القصة بتبدأ زي أي قصة عادية في يوم هادي لحد ما فجأة بيظهر ملك الشياطين وبيغزو الأرض. زي العادة بيظهر بطل مجهول وكأنه كان مستني اللحظة دي علشان يبدأ معركة مميتة مع ملك الشياطين علشان مصير الأرض. وفي آخر معركة البطل بيضحي بحياته علشان يقتل ملك الشياطين ويرسله للجحيم والعالم كله يتنقذ. لكن في يوم من الأيام هيرجع من الأعماق. بعد ما البطل عمل كده الأرض عاشت في سلام والبطل بقى أسطورة. لكن محدش يعرف مين اللي كتب القصة دي واللي هتستمر تتكرر كدورة شريرة لا نهائية. وبعد وقت طويل في الحاضر بيدخل شيطان مفاجئ على قصر الملك علشان يبلغ الملك ان حاجة مش كويسة حصلت. بيقوله ان ديور جه ملك الشياطين ال660 في مملكة الشياطين وغرقها. الشيطان بيصرخ وهو يائس وبيعلن انه مش عايز يبقى ملك الشياطين تاني والملك مش مصدق الكلام ده. الشيطان بيوري الملك رسالة موقعة من الملك اللي بيلغي منصبه. في الوقت ده البطل بيكون ماشي بهدوء لحد ما بيوصل قدام قصر أروما في المملكة الخضراء. الأرض اللي عليها المملكة كانت زي ما توقع الشيطان. وفجأة بيبدأ ينط من الفرح لكن في صليب ضخم اللي بيبقى ملعون بالنسبة للشيطان وبيبص عليه بغضب. الحراس الملكيين بيقتربوا منه وبيسألوه هو فاكر نفسه مين علشان يجي قدام القصر كده. لكن هو مش فاهم لو كانوا بيكلموه ولا لا. بيتأكد من هدومه وهو مش مهتم بيهم خالص حتى وهم مهددين ليه. الحراس بيشيروا لأسلحتهم ناحية البطل وهو مستمر في تجاهلهم وكأنه مش شايفهم. الحراس بيبدأوا يهددوه أكتر لكن البطل ما بيهتمش وبيقرر إنه مش هيفضح هويته الحقيقية. بيقرر يلعبها ويعمل حاجة جديدة. بيبتسم وبيقول لهم إنه شيطان. جندي تاني بيجي وبيتجنن من اللي قاله لأنه ده يعتبر هرطقة في المملكة الخضراء اسمه كونت برو واللي بيقول للبطل يسيب المكان على طول وبيقول له إنه هيسامحه. لكن بيهزقه وبيسأله إذا كانت المملكة الخضراء قوية. الكونت بيتفاجأ من السؤال ده لكن الشيطان بيستمر وبيسأله هل هي قوية كفاية علشان تبقى ملكي. الكونت بيغضب من الإهانة دي وبيقسم إنه هيقتله. الشيطان بيبص عليه بعينين لامعتين وهو بيشوف الكونت بيطلع سيفه. في لحظة واحدة راس الكونت بتنفجر وابتسامة بتظهر على وجه الشيطان. بقية الحراس مش مصدقين اللي بيشوفوه وفجأة كل رؤوسهم بتنفجر كمان. الشيطان بيبدأ يغني لحن وهو مستمتع وهو شايف جثثهم بتقع قدامه. الحراس الباقيين بيبقوا في حالة رعب وفجأة بيشع منه هالة قوية وهو بيبص عليهم. رؤوس الحراس اللي لسه عايشين بتنفجر من غير ما يقدروا يعملوا حاجة. حراس القلعة بيبدأوا يطلقوا سهام عليهم لكن السهام بتقف عنده وكأن في درع غير مرئي حوالين جسمه. وكل واحد من الحراس دول راسه بتنفجر وهو بيبص عليهم بنظرة هادئة. حتى ابتسم وهو بيقول للجثث تقوم وترحب بملكها الجديد. الجثث بتقوم من الأرض وهي بتتشكل على شكل الصليب اللي بيكرهه الشيطان وهو بيعدي على دمائهم كأنها سجادة حمراء. لكن فجأة بتوصل تعزيزات من الجنود والمئات منهم بيقفوا قدام القصر في حالة صدمة. بعدها القصر بينفجر والدنيا كلها بتسكت لحد ما بيظهر الشيطان ذو الشعر الأبيض وعيونه الحمراء بتلمع. هو بيقول إن الصرخات دي هتبقى زي الأبواق ليه. الجنود بيصرخوا بأعلى صوتهم وهالة بنفسجية بتطلع منه وبيبدأوا ينهاروا ويتعفنوا قدامه وهو بيبتسم وسط الصرخات اللي بتعلى في القلعة. وفي مشهد غريب الشيطان بيبص بحيرة وهو شايف فارس قاعد قدامه ماسك سيفه وبيصلي. نور زعيمي بيبدأ يطلع منه وهو بيرتفع وبيسحب سيفه. بيطلب من الشيطان قوة علشان يقتله. الشيطان الملك بيبص عليه وبيقول له دي الأورا اللي سمعت عنها. الفارس بيقول له انه مفيش فكرة عن مين هو لكنه معجب جدا انه قدر يقتل كل الحراس وهو بيشد أسنانه وبيقول للشيطان انه مش هينتصر عليه لانه عنده بركة. الفارس بيهاجم الشيطان بكل قوته بينط ويرتفع بسيفه وبيقول له انه هيتغلب عليه حتى لو مش دمه نقي. السيف بتاعه بيصطدم بحاجة وبعدين عيون الشيطان بتلمع لكن مفيش حاجة حصلت. الشيطان بيقبض على السيف بين أصابعه وبيقول له دلوقتي دوري وبيبدأ يصلي لشيطان آخر علشان يقتل الفارس. الفارس بيبص في دهشة والشيطان بيضحك وبيسأل مين مننا هيسمع الشيطان دلوقتي. وفي اللحظة دي بيظهر فجأة حفرة كبيرة في صدر الفارس والشيطان بيشيل قلبه بإيده وبيضحك بابتسامة شيطانية مع تعبير بارد بيقول له ما تقولش أبدا كلمة شيطان قدامي. فارس بيخرج آخر نفسه وبيقول لا لكن الشيطان الملك بيصرخ بأيوة وبينفجر قلبه بإيديه. في نفس الوقت في مجموعة من الفرسان مستنيين الملك والجنود متفاجئين لما اكتشفوا إنه شخص واحد هو اللي سبب كل الدمار ده. في اللحظة دي راجل مسن بينهار وبينزل على الأرض لكن الشيطان تجاهله تماما وقال له إنه عايز يتكلم مع الملك. الجنود بسرعة رفعوا أسلحتهم تجاهه لكنه ضغط بإصبعه ودماغهم انفجرت في لحظة. بصوت تهديد بيقول لهم في حد تاني عايز
عايز يتكلم، الجنود مش راضيين يردوا، وهو طار في السما بطرحه شيطانيه وراح بسرعه للملك اللي بيقف قدام راجل مسن بيعرض عليه مراته وكل حاجته. الشيطان ضحك وقال له لا، وطلب طلب ابسط بكتير وهو انه يطلب المملكه كلها. الملك بيصرخ وقال له ده مستحيل، لكن الشيطان بيستهزئ بالملك العجوز وقال له انه حتى لو مش موافق هو هياخد المملكه على اي حال. الملك بيحسب في نفسه ان المجنون الابيض ده عايز بنته. الشيطان بيقول له انه مش عايزها، وهو مش حتى عارف ان الملك عنده بنت ولا انه عايزها. الشيطان بيقول له انه مش محتاج البنت لكن عايز العائله المالكه كلها. الملك العجوز غضب جدا لدرجه انه كاد يموت من الغضب وساله ليه عايز كل ده. الشيطان بيبص له وقال له هل كل ده ملكك؟ الملك رد وقال له طبعا، المملكه دي ملك عائلتي. في يوم من الايام كان في شيطان قاعد في قصره وهو مطلع على كل حاجه. فجاه قال للملك منذ متى وانت قاعد على العرش؟ انت سرقت حاجه ما تخصكش، وطلب منه يتنازل عن العرش علشان هو ياخد السلطه. الملك طبعا رفض، مش هعترف بيك كملك شرعي. هنا الشيطان اللي اسمه لوسيفر ضحك عليها كانها زلزله المكان. ضحكته كانت قويه لدرجه ان كل شيء حواليه بدا ينهار والقصر كله بدا يتشقق وينهار. القاعه اللي كان فيها الملك انفجرت والملك نفسه تحول لرماد. الشيطان بص على الملك المحترق وقال له ما كانش عنده دم نقي بعد كل ده، لو كان عنده دم نقي كان صمد امام النيران لفتره اطول. وبعد كده الشيطان رفع عينيه للسماء وقال له المملكه مش جاهزالي. واضح ان النور الزعيمي دخل من فوق والهدوء عم القاعه، مفيش اي علامه على الشيطان. هو بدا يتخيل انه هيقعد فتره لحد ما يستفيق بطل دم نقي، وعارف ان فيها 20 سنه لحد ما يظهر بطل جديد. لكن قبل ما يكمل فكرته سمع صوت صراخ. كانت بنت شقراء عيونها زرقاء وكانت معاها بالونات سحريه كبيره بتساله انت مين. في البدايه هو ما ردش وبدا يسترجع ذكرياته. هنا احنا بنشوف ماضي ملوك الشياطين الساقطين، الشياطين اللي خسروا في الحرب الاولى، نزلوا الى الجحيم وحطوا الروح المكسوره للملك الشيطان في جسم جديد وبداوا يصبوا فيها سحر ولعنات لمده 100 سنه عشان دايما يرجع اقوى. وبعد كده انبعث الملك الشيطان الجديد مع جيشه وبدات الحرب الثانيه، واعتقدوا ان مفيش بطل هيظهر تاني. لكن المفاجاه كانت ان بطل تاني ظهر وده خلاهم يخسروا مره تانيه. فلمده 100 سنه الشياطين كرروا نفس العمليه علشان يخلقوا ملك شيطاني جديد، وتاني ظهر بطل علشان يحبط خططهم. عادوا للملك مره تانيه بعد 100 سنه وفوجئوا بظهور بطل جديد، وهكذا العمليه دي اتكررت 665 مره، وده استمر ل 66580 سنه. والقصه دي بقت ممله وكل الناس بقت عارفه ان في وقت السلم بطل هيظهر. في الجحيم الشياطين كانوا بيطيعوا الملك الشيطان الحالي لحد ما استيقظ لاول مره بعينيه الحمراء اللامعه اسمه ديوروس الملك الشيطان ال 666. في شاب بشعر ابيض ناصع شكله انيق لكن عليه نظره كده مليانه الم وحزن بشري. صحي من النوم وهو مش فاهم هو فين، بس اللي حصل في نفس اليوم ده كان صدمه. الشاب ده قرر يسيب كل حاجه ورا ظهره حتى الشياطين اللي معاه في العالم السفلي. كل اللي عمله انه ساب رساله وراه ومشي كانه بيقفل صفحه من حياته بلا رجعه. بنرجع بقى للوقت الحالي، بنت جميله واقفه قدام الولد ده وبتساله بكل غضب ودموع في عينيها انت عملت ايه في ابويا؟ الولد بيبص لها وهو مش فاهم هي مين ولا ايه اللي جابها هنا اصلا. بس فجاه كأن الذاكره ضربته، افتكر حاجه الملك قالها زمان عن ان عنده بنت، ووقتها استوعب ان البنت دي هي الاميره ابريل. الشيطان ده بكل برود وثقه قال لها الملك مات وده الوقت المناسب ان اسيطر على المملكه واسيطر عليكي كمان. ابريل سمعت الكلام ده وانهارت تماما، دموعها كانت بتنزل اكتر واكتر وهي مش عارفه تعمل ايه. هنا الولد قرر يستخدم قواه السحريه علشان يسيطر عليها. فجاه بكل بساطه ضرب صوابعه مع بعض وعمل تعويذه التحكم في العقل. في ثانيه الاميره قعدت قدامه وقالت له انا ملكك يا سيدي خدني معاك. الولد طار بسرعه ناحيتها ووقف قدامها ومد ايده على دهنها وقال لها بكل ثقه من النهارده انت اول انسان يبقى ملكي بالكامل. الاميره وهي في حاله من الاستسلام التام ردت بكل هدوء وقالت له شكرا ليك. وبينما هو بيقرب وشه منها كانه هيعمل حاجه حس بوجود حد بيراقبهم فصرخ وقال له اخرج. وهنا ظهر بوابه صغيره لونها بنفسجي وطلع منها صوت بيتكلم بكل فخر وبيقول كنت عارف انك هتحس بوجودي. ومن البوابه خرج راجل شيك جدا شعره ابيض زي الثلج ولبسه كله اسود وانيق كانه طالع من فيلم كلاسيكي. الراجل ده شال قبعته ووقف قدام الولد بانحناء بسيطه وقال اسمي اليكس. الملك بص له بشك وقال له اليكس انت بتراقبني كل ده؟ اليكس رد بكل هدوء وقال له ايوه انا اكتر واحد مخلص ليك. الولد هنا استغرب وقال له ازاي؟ المفروض انك خادم ابويا مش خادمي انا. اليكس رد بثقه وقال له جسمي وروحي وكل حاجه عندي موروثه من اجدادي، يعني بطريقه ما انا بخدمك زي ما كنت بخدم ابوه. الشيطان قال له بحزم ارجع الجحيم انا مش راجع هناك تاني. بس اليكس كان عنده رد غير متوقع قال له ولا يهمك انا هنا علشان انفذ كل اوامرك، كل اللي انت بتعمله كمل اللي انت بتعمله. الولد استغرب وقال له كنت بعمل ايه؟ اليكس رد بكل جرأه وقال له مش كنت بتحاول تزرع البذره بتاعتك في البنت دي؟ هنا اليكس بدا يحكي
الحماس انه ما سابش سيده لمده 80 سنه وافتكر كل حاجه حتى انه عدل جسمه علشان يخدمه بشكل افضل. واثناء ما هو بيحكي الشيطان بدا يفتكر الذكريات القديمه لما أليكس كان بيعلمه كل حاجه بالعنف والضرب، لكنه برضه كان الوحيد اللي اظهر له اي نوع من الحنيه. وفي وسط الحكايات الشيطان افتكر اليوم اللي دخل فيه بيضه الصحوه واكتشف ان أليكس هو اللي حطه هناك. أليكس كان بيتكلم بحنين كانه بيفتكر الايام الحلوه لما الشيطان كان بيلعب لوحده، استخدم ايده بس علشان يتسلى. دلوقتي الواد بقى متطور كفايه انه يقدر يغازل ستات حقيقيين. بس البطل بص له وقال له يسكت، واكد انه مش هيرجع يبقى ملك الشياطين تاني وانه اتولد من جديد كانسان عادي. التابع بتاعه ضحك وقال له يعمل اللي هو عايزه. الولد استغرب رد فعله وساله ايه ليه كده. أليكس التابع رد عليه بسخريه وقال له انت اللي بتسالني ليه؟ الشبح الشيطان اللي معاه بص له وساله بجديه ايه خطتك وليه سايبني كده بسهوله. التابع قرر يشرح وقال له طب بص، كان في سبب معين يخليك تهجم على المملكه دي؟ يعني مثلا الملك بتاع القلعه طمع في ثروات مملكه الشياطين ولا انت كنت زعلان ومتضايق؟ البطل قال له بوضوح لا دي ولا دي، الموضوع كله اني كنت عاوز ابقى ملك في عالم البشر كمان. هنا أليكس بدا يسقف له قال له يا راجل ما توقعتش اقل من كده من ملك الشياطين نفسه، لسه نازل الارض من شويه وقتلت الملك وخدت المملكه والبنت بتاعته معاك ولسه بتفكر تعمل ايه كمان علشان تستفيد؟ ده شر لدرجه ان مفيش بني ادم طبيعي ممكن يطلع بافكار زي دي. بصراحه ملك شياطين طبيعي وشرير بالفطره. أليكس كمل كلامه وقال بما انك كنت ناوي تسيب العرش يبقى لازم تاخد ابنك علشان يكون الوريث الجديد لعرش مملكه الشياطين، وبعد 20 سنه ابنك هيبقى ديموروس 666 وانا هتاكد انه ينزل للعالم ده ويحتله بالكامل. البطل كان مصدوم من الكلام ده، بص للبنت اللي معاه ولقاها بتعيط والصوره كلها بقت اغرب بالنسبه له. الثلاثه قعدوا يبصوا لبعض وبعد شويه الواد طلع نكته وقال بصراحه مش عاوز اكون اب وانا لسه عندي 18 سنه، ده انا صغير على الكلام ده خالص. لكنه فجاه رجع بص بجديه ناحيه أليكس وقال له اسكت، وفجاه طلع منه طاقه رهيبه خلت القلعه كلها تتدمر بانفجار ضخم. التابع مسك قبعته وهو مذهول من اللي حصل وكل اللي حواليهم. القلعه المدمره والخراب اللي في المنطقه خلته يتاكد ان سيده قوي جدا من غير ما يكون مجال للملك بتاعه كامل. الشبح بدا يشك انه ممكن التابع ده يكون بيعمل له مقلب او بيخطط لحاجه من وراه، بس التابع كان بيفكر لوحده والف عقله. الولد ده شكله مختلف عن اي 666 جه قبل كده، المره دي يمكن فعلا نكسب الحرب. وكان مبسوط جدا. في اللحظه دي أليكس ضحك وقال له انت فعلا عندك حق. الواد فجأة بدأ يرغب كلام غريب، حاجات زي انه عاوز يبقى حليف البطل، وده خلى الخادم بتاعه في قمة الحيرة. بعدها وضح له انه فعلا ناوي يتحالف مع البطل، حاجة محدش كان ممكن يتخيل ان ملك الشياطين يفكر فيها اصلا. السبب انه مش عاوز يبقى مميز قوي بس برضه عاوز الناس تعترف بيه، وفعلا اعترف انه ناوي يسيب البطل يشيل الشغل كله وفي الاخر ياخد هو المجد والشهرة. بس الخادم بتاعه قال له طب ما انا غير الاربع ملوك شياطين مش هيطلع ابطال جداد اصلا. ملك الشياطين وقتها فتح جناحاته وقال له ماشي يبقى هنطلع ندور على بطل. وفي اللحظه دي شفنا ايدين بيتابعوا ملك الشياطين من خلال كره كريستاليه وهو ماشي بره القلعه. في صوت في الضلمه قال ال 666 ده شكله منتج فاشل غبي وضعيف، والصراحه الكلام ده مش بعيد عن الحقيقه. بعدها صوت تاني رد عليه وقال ده حلو كده بالنسبه لي لاني مش عاوزه غير علشان قدراته. وقتها ظهرت واحده ست لابسه طرحه مغطيه وشها وشكرت الشخص التاني، والست دي اللي عينيها حمرا زي التنين قالت انها تستلف قدرات وان ملك الشياطين هيعذرهم على كده في الاخر لان كل حاجه موجوده بس علشان السيناريو، حاجه مكتوبه ومحدده من الاول. واحنا شايفين الحصان بيجري. ملك الشياطين كان قاعد يترنم باغنيه عن البطل المنتظر. كلمات الاغنيه كانت بتقول ان البطل لازم يظهر وانه لو ما ظهرش هيموت، وكان بيقول عليه انه غبي وانه هو هيبقى واقف في المقدمه يستعرض ويسيبه هو يبذل كل المجهود. ملك الشياطين كان مستلقي في عربيه والخادم بتاعه اللي اسمه أليكس هو اللي كان ماسك زمام الامور وبيسوق. والملك كمل اغنيته وقال ان البطل لازم يواجه ملك الشياطين بسرعه. بعدها صحح نفسه وقال ملك الشياطين خلاص مش موجود اصلا. أليكس بدا ينادي على سيد والملك اخد وقت عقبال ما رد عليه. أليكس ساله احنا ليه بنمشي في العربيه طالما نقدر نطير؟ لكن الملك قطع كلامه بسرعه وقال له احنا مش ناقصين نعلن للكل اننا شياطين كده هيبقى غباء. بس أليكس بص له باستغراب واشار للقلعه اللي كانت مولعه نار وقال له يعني خايف نتشاف واحنا بنطير لكن مش خايف ان اللي عملناه في القلعه يبان للناس. الخادم حاول يغير الموضوع وساله بجد انت عاوز تبقى رفيق للبطل؟ الملك رد وقال له ايه مشكله يعني؟ حتى لو دمي مش نقي مفيش حاجه تمنعني، ده انا كمان عاوز اعيش حياه فخمه ومرفهه وسط اغنى 2% من الناس. أليكس رد عليه وقال له حتى لو بقيت رفيق لبطل صعب جدا تبقى ضمن اغنى 2%. ساعتها الملك جات له فكره انه يساعد البطل في قتل الوحوش من ورا الستاره وياخد هو كل الشكر والفضل على اللي حصل.
حصل لانه في الاخر واحد من اعظم 7 شياطين. ملك الشياطين الشاب اللي لسه مبتدئ في حياته على الارض وبيكتشف العالم لاول مره. الملك ده اللي اتضح ان صديقه المقرب هو الملك نفسه. كان بيتكلم مع صديقه عن فكره استخدام السحر. صديقه ساله باستغراب: مش انت قلت عايز تبقى بني ادم عادي؟ لكن ملك الشياطين رد عليه بقسوه وقال: طبعا هستخدم السحر ده المورد بتاعي، وده السبب اللي خلانا نخسر ال 665 مره اللي فاتوا. بعد كده بدا يسال صديقه لو الابطال عندهم نظام تصنيف معين. صديقه اللي اسمه أليكس اكد له وقال: عندنا حاجه زي التصنيف من LB. وأليكس شرح ان التصنيفات بتبدا من دي، واللي اسمها قاتل التنانين، ودي مخصصه للناس اللي عندها القدره على قتل التنين. مش شرط يكونوا فعلا قتلوه. التنانين دلوقتي محايده وبتهاجم الكره بس في القصص، لكن محدش شافها فعلا. أليكس كمل ووضح ان بعد كده في تصنيف جي قتلة العمالقه، وبعده اللي قتلة الليتش. التصنيفات بتكمل بترتيب ابجدي. وملك الشياطين استغرب ليه الباقي بسيط كده. أليكس رد عليه وقال له: ده قرار قسم الابطال وخلاص على كده. اما اخر تصنيف فهو F، وده مخصص للفاشلين، اللي وصفهم أليكس انهم زي الفاكهه الفاسده اللي وقعت من الشجره بالكاد ينفعوا لعمل المربى. ملك الشياطين حس بالتعاطف مع الفاشلين دول وقال: ده قاسي جدا. رد عليه أليكس وشرح ان كل ما زاد ترتيب البطل كل ما حصل على مزايا اكتر، والفاشلين بيتسابوا ومحدش بيهتم بيهم. ملك الشياطين علق على الوضع وقال: الطريقه دي قاسيه جدا، وكانه فاهم شعورهم. في النص ظهر شخص شبه مايكل جاكسون، ايوه بالظبط كده، وقال ان في حاجه اهم من تصنيفات الابطال، ودي الدم النقي. الفكره ان كل ما كان دم البطل انقى كل ما كان اقوى. النقاء ده بيتقاس بمدى ارتباط العائله باول الابطال اللي انقذوا العالم من 66,000 سنه. نسل الكاهن والكاهنه استمر، وكل ما قل الدم النقي في العائله قل تاثير البطل. ملك الشياطين سال: يعني النقاء بيحدد الترتيب؟ أليكس رد وقال له: في استثناءات بس بشكل عام النقاء هو اللي بيفرق. ملك الشياطين استغرب وقال: مش كأن في دم ذهبي مثلا؟ انا اتسجنت في بيضه 80 سنه علشان الكلام ده. صديقه رد وقال له: الناس بتاخد الموضوع بجديه وبتخاطر بحياتها وكرامتها. ملك الشياطين ما اهتمش ورد عليه بابتسامه: مش كل حاجه لازم تكون جديه. فضل ملك الشياطين مستمتع بحياته البسيطه، وشاف فراشه لاول مره افتكرها ورقه طايره. لما أليكس وضح له انها فراشه اتبسط منها. فجاه هبت ريح خلت الفراشه تطير، وملك الشياطين استغرب وسال ايه اللي حصل. صديقه قال له: دي الريح خافت الفراشه وشوشت شعر كمان. بعدين رفع عينه للسماء وسال عن الشمس اللي كانت بتوجعه لما يبص لها. أليكس رد ببساطه وقال له: دي الشمس. وبعدها شم ريحه حلوه وسال عن مصدرها، فصديقه وضح له ان دي ريحه الزهور في الربيع. ملك الشياطين فضل مبسوط واكتشف ان الحياه على الارض ممتعه. في لحظه صدق ملك الشياطين قال: لو كنت اتبعت النبوه كان زماني خرجت من 20 سنه ومت على ايد البطل، بس دلوقتي انا سعيد اني هربت من قدري. ابتسم ابتسامه دافيه وقال ان عبء كونه ملك الشياطين ما كانش لازم يكون موجود. صديقه وقف ساكت وهو شايف قدامه ملك الشياطين مختلف عن كل اللي الشاب قرر انه يروح ينام دلوقتي علشان يرتاح شويه. وهو نايم ومش مركز قال له: صحيني بس لما نوصل، وهدده بالموت لو فكر يدخل مملكه الشياطين. أليكس بص له بجديه وقال له بكل هدوء انه فاهم اوامر سيده. وبعد شويه الكارته وقفت والشخص اللي شعره طويل نادى على سيده وقال له: يا سيدي احنا وصلنا. وشرح له ان المكان ده صغير وما فيهوش عساكر، كانه قريه عاديه جدا واسمها زوروكوس. وهو لسه نعسان بص حواليه وقال: المكان ده شكله حلو. ودخلوا المدينه اكتر. سيد الشياطين بدا يسال عن الناس اللي عايشين هنا، ورفيقه شرح له ان في المكان ده في عيلتين بس، واحده من عائلات الرتبه ايه وعيله تانية خربانه. الولد استغرب وقال: فين عائلات الرتبه دي؟ صاحبه رد عليه وقال له: لو كانت عائلات دي موجوده في كل حته كنا هنتبهدل. الولد فضل يتخيل ان عائلات دي اكيد اقوياء بس قارنهم بالجبناء. وسط الكلام سمعوا ناس بتتكلم عن تنين دمر قلعه، وفضلوا يقولوا حاجه عن عوده حاجه اسمها عصر التنانين. سيد الشياطين افتكر ان المخلوقات دي كانت محايده، والولد كان فاكر نفس الكلام، لكن أليكس قال لهم ان اخر مره شاف المكان دي كانت من 80 سنه، فاكيد الامور اتغيرت. الشخص الطويل قال له: بص يا سيدي ده احسن اوتيل في المكان. لكن الولد قال له: ما تقوليش يا سيدي، قول لي يا معلم. وهم داخلين جه راجل كبير في السن يرحب بيهم وقال لهم: اهلا بيكم في الجناح الذهبي. لكن فجاه لاحظ حاجه بتقرب. الشخص الكبير طلب منهم جناح في السطح علشان سيده معاه فلوس كتير وبيحب الاماكن الغاليه. الراجل العجوز بص لهم من فوق لتحت وشاف لبسهم وقال في باله: اكيد دول ناس غلابه. واحد منهم كان محرج وقال: بصراحه الجناح اللي فوق غالي شويه. لكن الولد فتح صندوق كنز كان سرقه من القلعه وطلع فلوس. ولما الراجل الكبير فهم الوضع نادى على الموظف بتاعه وساله: انت ليه بتساعد الزباين؟ الموظف دخل بسرعه ووقع على الارض وفضل يعتذر لهم وهو بيبص الارض. الموظف قال لهم: انا اسمي زيك بان هالك وهشيل شنط واتفضلوا ورايا. وهو ماشي معاهم فضل يشرح لهم المكان هنا شويه مكركب بسبب الهجوم على القلعه، وما كنتش اتخيل ان اللي عمل كده تنين
التنين، بس ما تقلقوش في عيله قويه هنا بتحمي المكان. ولما وصلوا للطابق الاخير قال لهم الموظف اتفضلوا هنا، ده احسن جناح عندنا، جناح السطح. وفضل يقول لهم انا تحت امركم، لو عاوزين اي حاجه نادوني. لكن فجاه واحد منهم نادى على الولد بصوت غريب. الشيطان بيقول للولد انه عنده حاجه اسمها الدم اللي الناس بتتكلم عنه، والولد بيتلخبط ومش فاهم، بس في الاخر بيوافق. مع شويه توتر وضحكه خفيفه الولد بيبين نفسه غير في بقه، بيقول انه مختلف. الشيطان بياخد الموضوع بسخريه وبيقول له انه ضعيف جدا بالنسبه لواحد عنده دم زي ده، وده معناه انه اكيد من العيله اللي اتحطمت، عيله زوريش. بعدها بيسالوا عن مستوى نقاء دمه، والولد بيتوتر وبيقول انه من الفائف، يعني يعتبر فاشل ماشي على رجليه. وسط الحوار ده فجاه بيحصل انفجار ضخم بيهز المكان. الثلاثه بيلفوا بسرعه علشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيفاجئوا بتنين عملاق هو السبب في الهجوم ده. الناس بتبدا تصرخ وبتجري مرعوبه، وزيك بيصرخ للولد انه لازم يهرب من هنا حالا. لكن الولد والشيطان بيفضلوا واقفين بهدوء يكملوا نقاشهم كأن مفيش حاجه حصلت. والولد بيتحير اكتر. الشيطان بيطمن الولد وبيقول له انه هيكون داعم ليه علشان يتحول لبطل. بيوضح انه كان بيدور على بطل لفتره طويله، وفي الاخر القدر جابه ليه. بيقول له لو قبل عرضه هيحصل على القوه والشهره اللي كان بيحلم بيها، وهيتخلص من لقب الضعيف اللي الكل شايفه بيه. وبيساله لو كان حابب يفضل في الفئه اف طول حياته. الكلام ده بيفتح جروح الولد، وبيفتكر ازاي الناس كانت بتتكلم عنهم بشكل وحش علشان هم من عيله ضعيف. وبيفتكر كمان ازاي اهله تخلوا عنه هو واخته، سابوهم يواجهوا الجوع لوحدهم. الفرصه دي تخليه يقع على ركبته ويقول للشيطان انه هيقبل اي حاجه علشان يثبت نفسه، وبيوعده انه مش هيخيب ظنه. الولد بدموع في عينيه بيؤكد انه ممكن يبيع روحه لو ده هيخليه ينجح. الشيطان بيبتسم ابتسامه شريره وبيقول له كنت ناوي اطلب روحك على اي حال. بعدها الشيطان بيقول له ان اول خطوه ليه علشان يثبت نفسه هي انه يقتل التنين. الولد بيتوتر جدا لانه كان فاكر انهم هيبداوا بحاجات بسيطه زي قتل الغوبلينز، بس الشيطان بيمد ايده للولد وبيقول له انهم لازم يعملوا عقد، وان حياه الولد هتكون ملك ليه من اللحظه دي. الولد بيحس بالخوف بس مع شويه شجاعه لما بيفتكر الوعد بالقوه والشهره، بيصرخ باسمه الكامل وبيوافق على العقد. الشيطان بيكون مبسوط جدا وبيبتسم ابتسامه خبيثه وبيقول له كويس دلوقتي روح اقتل التنين ده، دي هتكون اول خطوه ليك كبطل. الولد بيبقى مش فاهم ومتلخبط، وصاحبه بيقول له ان البشر العاديين ما يقدروش يقتلوا التنين، لكن الشيطان بيقول له ما تقلقش انا اللي هقتل التنين. فعليا كل اللي عليك تعمله هو التظاهر بس. بيشرح خطته للولد وبيقول له انه اليكس صديقهم هيطلع يتكلم مع التنين وبعدها يرميه ناحيه الولد، وبكده الناس هيفتكروا ان الولد هو اللي قتل التنين وهيكسب شهره ضخمه ويتلقب بقاتل التنين. اليكس بيحذرهم وبيقول له ان الناس ممكن تشك ازاي واحد من الفئه اف قدر يقتل تنين، وان ده هيخليهم تحت المراقبه. بس الشيطان بيلف وبيبتسم بخبث، وقبل ما الولد يفهم حاجه الشيطان بيشلح هدومه بسرعه ويمسك اناء قريب وبيسخنه باستخدام رؤيته الحراريه وبيحطه على راس الولد زي قناع. الولد بيبقى مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بس الشيطان بيقول له مبروك دلوقتي عندك هويه جديده تماما. البطل الغامض قرر يسيب زيك في حاله من الحيره والاحراج، ومع ابتسامه خفيفه قال الولد ولا حد هيعرف هويتي الحقيقيه. اليكس وقتها حط ايده على سقف المكان وقال انه رايح يدور على التنين، وديمون سامحه يروح وهو بيقول له بسرعه خد زيك معاك. زيك اللي كان متلخبط قال له هو محرج بجد هنروح نحارب تنين، بس ديمون تجاهله وفضل يبص حواليه كانه بيدور على حاجه. فجاه ضرب حاجه باتجاه زيك وقال له ده السيف العظيم. ولما زيك بص للحاجه اللي ديمون رماها لقاها مكنسه. الولد بدا يرتجف وهو ماسك المكنسه، بس لما رفع عينه شاف نظره ديمون المرعبه اللي كانت كانها امر مباشر. ديمون قال له اقف هنا وهتاخد كل الشهره والثروه اللي وعدناك بيهم. زيك كان سرحان مش فاهم حاجه، لكنه ركز جدا لدرجه انه حس انه ممكن يحطم اي حاجه حواليه. وفجاه رغبه غريبه ظهرت جواه، كل ده بسبب دم زيك المميز، دم البطل الكامن اللي خلاه يحس برغبه عارمه في القضاء على ملك الشياطين اللي قدامه اللي بيضحك. بس زيك نفسه كان بيفكر في حاجه تانية خالص، ولما بص في عيون ديمون احساس غريب مسيطر عليه، وكأن الدافع ده بيقول له انه يقدر يعمل اي حاجه. ديمون وقتها امر الكلب الصغير بتاعه يسبقه، والولد طاعه وهو بيهوى كأنه كلب حقيقي. في نفس الوقت المدينه كانت في حاله فوضى، الناس بتصرخ وتطلب المساعده بسبب هجوم التنين. كان عنده عيون بنفسجيه بتلمع وبيهاجم ويدمر في المباني زي العاصفه. فجاه من دايره سحريه بنفسجيه حد نزل منها. اليكس هبط فوق الكنيسه وعينه كلها نظره شريره بس كان ساكت. التنين كمل لف ورجع يهجم تاني على المدينه. وقتها اليكس اللي شعره طويل خلع جاكيته ورماه بعيد، كشف عن دراعاته الشيطانيه اللي كانت كتير جدا ومسك قبعته كانه بيستعد. بعدين انطلق باتجاه التنين الناري ووقف فوق مباشره. التنين حس بوجوده لكن اليكس ما استناش، جهز نفسه وغرس كل دراعاته جوه جسم التنين محاولا يوصل لقلبه. ولما مسكه باحكام قال للتنين ما تقاومش قبل ما اعمل اي حاجه، جاوبني على سؤالي ليه جيت هنا؟ احنا والتنانين عندنا معاهده
السلام. لكن أليكس لاحظ حاجة غريبة على رقبة التنين، كان في طفيلي بنفسجي شغال كأنه بيتحكم فيه. وقتها قال لنفسه ايه الطفيلي ده؟ التنين بدأ يتكلم بلغة غريبة كأنه متحكم فيه، وأليكس عينه اتملت قلق وهو بيسأل ازاي بتعرف اللغة دي، حاسس ان في حاجة غلط جدا في الموقف كله. فجأة التنين زود سرعته وطار لفوق، وفي نفس اللحظة البطل الشاب كان وصل لنص المدينة لكنه كان عرقان من شدة الإحراج. حد من الناس صرخ وبيقول ايه ده؟ واحد تاني بيقول هو مين اللي مغطي وشه ده؟ الناس بدأت تتكلم وتقول ان شكله زي بطل، لكن لبسه كان اقرب للبنطلونات اللي بيشبهوا بيها شخصيات غريبة. زيك حس انه هيغرق في الإحراج من كتر الفضيحة، لكن ديمون كان بيهتف له بكل حماس وبيقول له يلا يا بطل انقذ مدينة زورك. الناس بدأت تشجع زيك بحماس، وهو بسرعة شكرهم وهو ماسك المكنس وفكر وقال دي فرصة عمري. أليكس كان فاهم انه خلاص لازم يعمل اللي عليه وما ينفعش يبوظ الدنيا اكتر من كده. هو كان شايف ان دي طريقة للشهرة والغنى. بس فجأة التنين بيغير اتجاهه تماما وبيطلق داير رهيب وهو طاير في اتجاه عشوائي تماما. أليكس فهم وقتها ان السيطرة عليه مش هتكون سهلة، لكن ما عندوش اي اختيار غير انه يحاول. بدأ يئن من الألم لما أذرع إضافية بدأت تطلع من ظهره. أليكس استخدم قدرة ال100 ايد اللي عنده واللي كانت بتسبب له ألم لا يطاق. بكل أذرعه اللي طلعت قدر يحاصر جسم التنين باستخدام تقنية سجن قوية. التنين بدأ يذعر بعنف، وفي اللحظة دي الراجل صاحب الشعر الطويل قال انه هيعمل حركته الأخيرة دلوقتي. بسرعة رهيبة الراجل هجم على قلب التنين علشان يطعنه مباشرة. مع الألم الرهيب اللي حس بيه التنين صرخ بصوت هز السام وبدأ يطلق نيرانه في كل مكان. فجأة الراجل لاحظ حاجة غريبة، طفيليات صغيرة بدأت تدخل في ذراعه. التنين بص له وقال له استعد، شفت اللي مات بيرجع تاني. عيون التنين بدأت تفقد لمعانها وكانت دي إشارة على موته. فجأة مخلوق غريب نط من جسم التنين وراح ناحية وش أليكس بسرعة جنونية. المخلوق مسك في وشه زي الطفيلي، وأليكس بدأ يفهم انه كان ليه هدف معين. في نفس الوقت كان في جمهور كبير بيتفرج على اللي بيحصل، واحد منهم كان بيتريق على أليكس بيقول له يا بطل مستني اقتل التنين وخلاص بقى. التنين اللي كان ميت بدأ يفقد توازنه في السماء وينزل بسرعة رهيبة. أليكس كان بيحاول يسيطر عليه بأذرعه الكتير، لكن الأمور كانت خارجة عن السيطرة تماما. فجأة صوت شيطاني بيقول لصاحبه ركز، جهز نفسك التنين جاي ناحيته. المشهد كان مرعب والناس في المدينة كانوا بيصرخوا وبيستخبوا في البيوت والأقبية. التنين المات بجسمه الضخم وبقه المفتوح كان متجه ناحية زيد اللي كان واقف مرعوب. زيد رغم خوفه بدأ يحضر نفسه ويفكر في ذكريات قديمة عن السيف. لمعة القمر كان فاكر كلام ابوه اللي قاله له زمان ان السيف ده مش اي سيف، وده تقليد عائلة ورث عبر الاجيال، وان دمه دم بطل، وان لازم يوم ما يشارك في مواجهة جيش ملك الشياطين. زيد بدأ يشد نفسه ويمسك سيفه بإيد قوية وبيقول لنفسه مش ههرب، مش هسمح للتنين ده انه يدمر المدينة. وفي اللحظة دي أليكس كان لسه بيعاني من الطفيليات اللي كانت بتحاول تسيطر عليه. الطفيليات بدأت تتحكم في بعض أذرعه وبتحاول تهاجمه، لكنه بقوة إرادته استخدم تقنية ضربة الألف صوت وقطع الأذرع المصابة. رغم الألم أليكس كان بيحاول يشيل الطفيلي من وشه. كل ده والتنين بيقرب من المساحة المركزية في المدينة. الناس كانت بتصرخ اهربوا التنين جاي. زيد وقف في مكانه عينه كلها ثقة وقرر يستخدم تقنية لمعة القمر اللي علمها له أبوه زمان. التنين كان على بعد لحظات من الاصطدام بالأرض، وزيد رفع سيفه بكل قوة وقال دي النهاية، مش هسمح لك تدمر المدينة. الولد كان متوتر جدا من الوضع اللي حواليه، فجهز نفسه علشان يضرب بتقنية شعاع ضوء القمر بتاعته. وأليكس قدر يقطع الطفيلي اللي كان على دماغه. بطلنا كان جاهز علشان يضرب بأقوى تقنياته، وعينيه اتحمروا واطلق ضربته القوية مقص الهلاك على رقبة التنين. وزيك استخدم قوته واطلق هجوم مدمر ملك الشياطين اللي قسم جسم التنين لنصين، ودمه الازرق طار في كل مكان واجزاء جسمه وقعت على البيوت اللي حواليه. الولد قفل عينيه وهو مش قادر يصدق اللي حصل لحد ما فتحهم تاني ولقى نفسه متغرق في دم التنين الازرق، وبص على الوضع حوالين المكان وكان كله دمار. فحس بالخوف والقلق وافتكر انه ممكن يكون عمل حاجة غلط. وفجأة سمع اصوات من البيوت حواليه، الناس بتحتفل انه البطل قتل التنين. هو اتلخبط واتكسف، ولما دور لقى الشيطان وضحك وهو بيقول له البطل المفروض يستخبى. وبعد شوية زيك افتكر انه نسي الموضوع ده فجري علشان يستخبى. أليكس فضل فوق صليب الكنيسة بيبص على المشهد في صمت وهو بيشفي وجهه، لكن عينيه اتلفتت ناحية راس التنين المقطوعة اللي كانت بين النار. وقتها افتكر كلام قاله عن اللي كانوا فاكرينه مات وانه رجع من تاني. بعد شوية بطلنا كان بيتمدد في السرير بيقول انه نام كويس، وكان خادمه وصل له وعرف انه صحي، فمسك فنجان قهوة كان جنب السرير وقال له ان البشر بيبدأوا يومهم بالقهوة. وفجأة دخل حد وقال لهم ان في مشكلة كبيرة.
وابتسامة كبيرة الولد شرح ان كل اهل القرية بيبحثوا عن البطل الماسك علشان يشكروه. بطلنا بيسأل عن ملابس الولد وهو فجأة اكتشف حالته المحرجة، وقال ان المدينة كانت مدمرة وانه ساعد في اعادة البناء. الولد الابيض شرب قهوته وقال ان كل حاجة ماشية زي ما هو مخطط ليها، وفجأة الضوء من الشمس ضرب في عينيه، والشيطان قال ان الاستيقاظ في مكان زي ده مع القهوة والضوء ده حاجة رهيبة. صاحبنا شكر الشيطان على اعجابه بالقهوة اللي معمولة من اجزاء التنين اللي قتلوه قبل كده. تحتهم الناس اللي كانوا مسؤولين عن اعادة بناء القرية شغالين بجد، وفي ناس تانية مش قادرين يشتغلوا كانوا بيجيبوا اكل للي شغالين. فجأة حد طلب من زيك انه يحمل اكثر من الحجارة والخراب على ظهره، والراجل العجوز دسم قال له يسرع لان في تلال من الحجارة لازم يحملها، وزيك ابتسم وقبل الوضع. بطلنا كان واقف بيتفرج على الكل وهم بيجتهدوا في اعادة بناء القرية، ولاحظ ان حتى زيك اللي هو اصلا فاشل كان بيحاول اقصى جهد. أليكس قال له ان الولد كان مضطر يشتغل شغل غريب وهو صغير لانهم كانوا فقراء وكانوا مش قادرين يربوا بطل حقيقي. عمل شغل كتير في حياته من تنظيف وتجفيف وقطع وحرث، كمان اشتغل في حانة غير قانونية. بطلنا سكت شوية وبعدين قال له انه اخيرا قرر حاجة واثار فضول صديقه، وقال له انهم خلاص لقوا بطل يتحالفوا معاه، وان السفر والتجوال صار متعب ليه، فقرروا يفضلوا في المدينة دي حتى لو كانت صغيرة وغير مهمة. هو عجبته المدينة وقال انها بداية لحياة جديدة ليه كإنسان وشيطان. بعد كده قال حاجة لفتت انتباه صديقه، والشيطان قال له يتبعه ويخليه يشتغل، وسأله رايحين فين، فقال له بطلنا انهم رايحين يبيعوا جلد التنين علشان يبقوا من اغنى 2% في المجتمع. لكن الشيطان رد وقال له انه مكتب الابطال اخد كل حاجة، فزعل البطل جدا وقال لهم ان التنين كان تقيل جدا علشان الناس العادية تشيله، وهو قاتل التنين ده علشان لا شيء. وفجأة انفجر وقال لهم يتبعوه. وأليكس سأله رايحين فين، رد البطل وقال لهم انهم رايحين يدمروا مكتب الابطال. وأليكس عارف ان دي فكرة سيئة. الشاب قال لمعلمه انه يستنى شوي، عارف انه مش قادر يكشف ان ملك الشياطين ساب مملكته وانه رايح مكان مليان بالابطال، ودي مشكلة كبيرة. بيطلب منه اذا كان مش عاوز يبقى رفيق الابطال. الراجل طويل الشعر بيشرح له انه في عالم البشر علشان تبقى بطل لازم تسجل في المكتب الخاص بالابطال، ولو المكتب ده اختفى محدش هيعرف ان هو بطل شيطان. الشاب الشيطان سكت شوية وكان متضايق وابتدى يفكر، وأليكس كان فاكر انه قدر يمنع تدمير عرق الشياطين. بعد شوية الشاب قرر حاجة تانية وقال لزميله يتبعه، والراجل اتلخبط وقال له مش فاهم هو رايح فين. الشاب رد عليه بكلمات حادة وقال لهم انهم ممكن يرجعوا كل حاجة في الدولة المجاورة. زميله اتفاجئ وقال له انه بقى انسان دلوقتي، لكن الشاب قال له يسيبه ده لوقت تاني، وطلعوا في العربة. وأليكس نادى على الشاب لكن الشاب تجاهله، نادى عليه تاني برضه تجاهله، في الاخر نادى عليه غاضب وقال له انه لازم يرد عليه، وفعلا الشاب رد عليه بنفس القوة. أليكس بيشرح له ان الشاب قضى وقت طويل على سطح الارض وانهم قريب هيضطروا يرجعوا لعالم الشياطين، لان اليوم ده هيجي بعد 20 سنة ولازم يتدربوا بشكل كويس علشان يسيطروا على العالم. الشاب قال له انه مش لازم يعمل حاجة علشان الناس عاوزين منه كده. أليكس فكر وقال له انه ملك الشياطين لازم يظهر في عالم البشر زي ما قالت النبوءة، وكل الناس وافقت على ده، ودي حاجة بتحصل كل قرن ولازم هو ينفذ التزامه. الشاب قال انه مش كل حاجة بتحصل زي ما الناس عاوز، علشان كده بيقول ان ملك الشياطين مفيش له وجود دلوقتي. زميله اتنرفز وقال له على الاقل يجيب له واحدة حامل علشان يجيبها لعالم الشياطين كملكة جديدة، لكن الشاب رفض وقال له انت مجنون. أليكس اتنرفز وقال له انه مش هيمشي لغاية ما يرجع الشاب اللي معاه. الشاب قال له انه ممكن يبقى هناك ويخدمه على طول لانه مش هيمشي. أليكس سأل لو هو المفروض يختار له عروس، وسأله عن نوع البنات اللي يحبها، لكن الشاب انفعل وقال له لو جاب سيرة الموضوع ده تاني هيدمر عالم الشياطين. بعدها ساد الصمت في العربة لفترة، وبعدين الشاب سأل لو في حاجة هتبقى كويسة، وده خلى زميله يتلخبط. الشاب قال له عن الأميرة اللي كانوا بيتكلموا عنها قبل كده، وقال له انها ممكن تبقى كويسة للي هو عاوزه، والموضوع خلاه يحمر ويتكسف، بس هو بيفكر فيه. حاول يشرح الموضوع بشكل عادي وخفيف، لكن أليكس ما فهمش قصد الشاب، فالشاب اتنرفز وسأله لو ممكن للشيطان يخلف من إنسان، وأليكس فهم الموضوع وقال له ان ده ممكن يحصل. فجأة الشاب بدأ يتخيل مشاهد غريبة في دماغه. أليكس شرح له ان البشر والشياطين ليهم نفس طريقة التزاوج والتكاثر، وبدأ يشرح له كل حاجة عن العملية دي، بس الشاب مش قادر يستوعب الموضوع. البطل قاعد مع صاحبه وبدأ يتكلم عن جسمه الغريب اللي ممكن يسبب مشاكل، وقال لصاحبه انه لو لمس حد بطريقة معينة يقدر يخلي البنت تحمل، وكمان يقدر يعمل ده لمجرد انه يمسك ايدها. هنا البطل بدأ يتوتر لانه مش عايز يسبب اي مشاكل او يلاقي نفسه بيخلي واحدة تحمل من غير ما يقصد. صاحب البطل بيطمنه وبيقول له انه ده جسم مبارك من الشياطين، وجسمه ده هو اللي هيكون سبب في انقاذ سلالة الشياطين. لكن البطل مش فاهم وبيحس ان ده عبء ضخم عليه لانه مش كان مختار كده. فجأة بيشوفوا مشهد غريب، في واحدة ست
وبتجري وراها عصابة من قطاع الطرق وكلهم على خيل وكانوا بيشتموها ويهددوها بأشياء وحشة. البنت دي كانت لابسة دهب وكانت بتصرخ تطلب المساعدة. صاحب البطل بيقترح انهم يساعدوها لكن البطل مش مقتنع، بيقول ان المشهد ده متكرر يعني في حاجة مش مظبوطة، وبيوضح ان الشياطين ما شافوهمش ولا لاحظوهم رغم انهم كانوا بيجروا ورا البنت. البطل بدأ يشك في صاحبه وبيظن ان ممكن يكون رتب ده كله علشان يستغل الموقف ويخلي البنت تحمل، لكن صاحبه بيضحك وبيقول انه مش ممكن يقع في فخ بسيط زي ده لانه استراتيجي من الدرجة الاولى. وبينما البنت كانت بتجري وصلت للكرسي اللي كانوا قاعدين عليه وقالت لهم انها بتطارد من قطاع الطرق وبتطلب مساعدتهم. البطل رد وقال لها انه مش بطل لكنه مجرد رفيق لبطل. البنت اتصدمت وقالت له ساعدني يا بطل، لكن البطل رد وقال لها انهم مش هيقدروا يساعدوها لانهم مجموعة صيادي تنانين وما عندهمش وقت يساعدوا اي حد. بعد كده البنت بدأت تشتمه من تحت لسانها، لكن لما سألها اذا كانت شتمته انكرت وفضلت تبكي. وفي اللحظة دي طلع سيف ضخم طاير بينهم وراح ضرب برميل من البراميل في العربة. البطل اتصدم وسمع قطاع الطرق بيهزقوا منهم وبيقولوا انهم مش هيسيبهم لو ما مشيوش. البطل كان واضح انه مش هيسكت وقال لهم انهم كسروا عربيته ولازم يتحاسبوا على ده. وفجأة البطل اتنقل بسرعة وضرب واحد من قطاع الطرق ولفه بلهب أرجواني. الراجل ده بدأ يتلاوى على الأرض والجميع كانوا مستغربين. البطل قال لهم ان النار دي مش هتطفي وانه هيستمر يحرقهم وهم عايشين للأبد، وده كان رد فعل شديد جدا. البطل بيكون واقف وسط المعركة والمجموعة كلها حواليه خايفة وحاسة بالرهبة منه، بيقول لهم بصوت جاد ان النار اللي جوه قلبه مفيش حاجة هتقدر تطفيها. وبعد كده بيسألهم مين اللي جاي بعدي. في اللحظة دي العصابة كلها بتفر هاربة وكل واحد فيهم بيقول ان البطل ده هو الشيطان نفسه. في وسط الفوضى دي الست اللي كانت معاه ساكتة لكن ضحكتها بتبين اعجابها بيه. الشيطان اللي هو بطلنا بيطلب منها تخرج بسرعة لكن هي بتقوله ان المعبد بتاعها اتاخد من العصابة الجبلية وان كل الكهنة اتسلبوا والعنصر العظيم بتاعها اتسرق. بتطلب منه يساعدها علشان تخلص على الاعداء لكن هو بيرد عليها بشكل غير مبالي وبيقول انه ما بيعملش حاجات تافهة زي دي، وده بيخليها تغضب جدا لدرجة انها تكسر العربة اللي هم فيها. بعد كده هو بيطلب من رفيقه انه يقود العربة لكن فجأة البنت بتوقفهم وبتقوله ان هي شايفة ان هو مرافق البطل اللي لابس ملابس داخلية بس، وبتقول له ان المعبد ده تابع لتنين شيطان وبتعرض عليه خوذة التنين الذهبي لو ساعدهم. هو بيبص عليها ساكت وبعد شوية بيظهر أليكس منهك من التعب والشيطان بيحاول يفهم ليه هو توقف فجأة وهو بيطلع السلالم بصعوبة. أليكس بينادي على سيده علشان يساعده وسيدهم بيرد عليه بشكل غريب وبيقول انهم مش محتاجين يطيروا بما انه مش بقى ملك الشياطين، يعني خلاص مش محتاج يطير. أليكس بيبدأ يشكو من التعب بسبب حمله للشيطان وبيقول له بطريقة ساخرة انه كان ممكن يحمله زي الحصان، بس الشيطان بيقول له انه مازال متمسك بكرامة مملكة الشياطين. بعد شوية الشيطان بيفكر في حاجة عن التنين الشيطان الذهبي وبيسأل نفسه اذا كان فعلا في كائنات زي البشر او التنين بيطيعوا حد. واثناء حديثهم الشيطان بيقول له انهم مش مهتمين باللي بتقوله البنت وانهم لو كذبوا عليهم هيكون في جزاء. أليكس بيقول له انه مش لازم يشك في البنت دي وبيقول انهم لو سيطروا على مدينة اسمها هورسن هينالوا بركة من نور الشيطان. الشيطان بيقول له بصوت بارد ان ده حب غريب جدا. بعد كده أليكس رجليه بتضعف وهو بيكمل السلالم لدرجة انه بيقع على الارض والشيطان بيحط رجليه على دماغه علشان يقرب يشجعه. في النهاية لما وصلوا فوق الجبل الشيطان بينزل وبيقول لأليكس انهم في طريقهم للهبوط من الجبل. أليكس بيلاحظ ان في حاجة مش مظبوطة في المكان وفجأة الباب اللي وراهم بيبدأ يصدر صوت غريب بيغلق عليهم. في اللحظة دي ست جميلة بشعر ذهبي بتضحك وبتقول انهم اخيرا وصلوا وبتقول ان الخادم بتاعهم عنده احساس افضل من البطل نفسه. البطل بيستغرب منها وبيسألها اذا كانت هي العصابة الجبلية. في نفس الوقت بيسأل عن الخوذة. هي بترد عليه بغضب وبتسأله ازاي يتكلم معاها كده من غير ما ينحني قدامها وبتقول لهم انها الشيطانة ملكة كل التنانين وام كل التنانين واسمها لياتا. أليكس بيتأكد ان دي فعلا الشيطانة ملكة التنانين وبيقول لهم انهم وقعوا في فخ لكن البطل بيفضل ساكت وما بيقولش حاجة. هي بتضحك عليهم وبتسألهم اذا كانوا مندهشين من وجودها وبتقول لهم لو خايفين يبقوا يطلبوا منها الرحمة لكنها مش هتديهم ابدا. المدام الشيطان بتعتذر للبطل وبتقول له انها هتطلب منه يعمل حاجة علشان تعتذر ليه، لكن البطل بيتهجم وبيقول لها انه مش هينفذ طلبات وانه بس عجبته عنوانها وعايز يلاقي لنفسه عنوان زي ده لانه دايما حس ان في حاجة ناقصة وهو بيقدم نفسه للناس. فبدأ يخلق لنفسه لقب جديد مراقب الظلام. وخادمه قال له بحاجة زي انه كان متوقع من سيده وده خلاها تغضب وتصرخ فيهم تقول لهم يبطلوا هرتلة ويدوروا على الاعتذار. لكن البطل بيبص لها وبيقول لها ايه اللي عملته غلط علشان تزعلي مني. الست دي بترد وبتقول ان البطل قتل تنين علشان كده لازم يعتذر ليها لانه قتل واحد من اولادها. لكن البطل مش متفق معاها وبيقول لها ان دي حاجة تافهة ومش مهمة. وبعد كده بتقرب منه جدا وبتقول له بحدة ان جرأته كبيرة جدا وكأنها حاسة انه
عايز يموت. بتقوله انه في ارض الذهب الجايد، وانه مهما كان هو ايه سواء كان دوريوس او شيطان مش هيقدر يهزمها في المكان ده. البطل بيجاوبها ببرود انه في ارض التنين الذهبي الحقيقي، وبكده الارض دي بقت تحت سيطرته، وده بيخلي القتال هنا خطر جدا. الشيطانه بتبدا تمدح في خادمه وبتقول له انه لازم يقطعها سريعا، لكن البطل مش راضي وبيسالها اذا كانت عارفه هو مين، وبتهديد بيقول لها ان كانت هي التنين الذهبي الحقيقي فهي هتموت على ايده اليوم ده. الست بتفتح عينيها في غضب وبتساله ازاي تجرؤ، لكن بعد كده بتشير باصبعها وبتقول ان في حاجه لازم تعملها الاول، وبتطلب منه يعتذر لانه كذب عليها. البطل بيقول لها انها لازم تعترف بالحقيقه وانه ما كانش عايز مشاكل، هو كان عايز يعيش حياه هاديه مع رفيقه البطل، لكن اولاد هاجموا القريه وحرقوها وما كانش يقدر يقف متفرج وهو شايف نفسه هيموت. بتستغرب الست من كلامه، وبيكمل البطل يقول انه هيكون مش قادر يريح نفسه لو ما انتقمش ليها، وكمان هي لم تظهر لتحل المشكله دي، لسه جايه دلوقتي ككاهنه تحاول تخدعهم، وبيطلب منها تعتذر على تصرفها ده علشان مش معقول تتصرف كده علشان هي شيطانه. الخادم بتاعه بيتفق معاه وبيقول ان الخطأ الواحد يعتقد انه ممكن يعمل اي حاجه علشان عنده قوه، وانه لازم تكون في حقوق لكل واحد في الدفاع عن حياته. وبعد كده بيقول ان هي كانت اول واحده كذبت المعاهده بين البشر والتنانين، فالمفروض هي اللي تعتذر مش هو. البطل بيستفهم اذا كانت هي في يوم من الايام اعتذرت لحد في حياتها، وهو ده اللي بيخليها مربكه ومش عارفه ترد عليه. لكن الست بتبرر كلامها وبتقول انها مش ام التنين الحقيقي، وواحد تاني من الحضور بيقول انها بتحاول تتهرب من المسؤوليه، وانها عايزه تلعب دور الشيطانه لكن مش مستعده تتحمل عواقب الدور ده. الاتنين بيبداوا يهاجموها بالكلام، وكل واحد منهم شايلها مسؤوليه ما حصل. لكن في اللحظه دي البنت الشقراء من المجموعه بتحس ان في حاجه غلط، لان هي اللي بتتحمل المسؤوليه كلها. بعد كده البطل بيشرح لها ان هي السبب في كل ده، وان دي المشكله الحقيقيه، وهو بيقول انه لو ما رضيتش على اعتذارها مش هيقبل طلباتها. الشيطانه في النهايه بتقول انها تعتذر رغم ترددها، وبالرغم من كده البطل مازال مش راضي، لكنه بيقبل الاعتذار في النهايه. الكلمات دي بتخلي الشيطانه تتنرفز، لكن في الاخر بيطلب منها تكشف عن طلبها، وهي بتقول له بشكل مباشر انها عايزاه يصطاد التنين. البطل بيتفاجأ وبيسالها بغضب ومش مصدق، وبيسالها اذا كانت الجده الكبيره دي عايزه منه الحاجه دي. الدراجون الذهبي عايز البطل يصطاد اطفالها، لكنه بيبدا يدعبها شويه وهو بيقول انه مش هيعمل كده لانه مش مجنون. لكن بعد كده الجناح بتاعه بيساله اذا كان ده بسبب الطفيليات البنفسجيه اللي لقاها على التنين اللي قابله في القريه واللي زيها موجوده في التنين ده. الديموندس بتقول انه بالظبط ده السبب، وان كل اللي بيحصل ده بسبب المتطرفين، وان التنانين المتمرده دي فقدت حبها او ببساطه قررت توقف تخسر اطفالها على ايدين البشر اللي بيستخدموهم كماده خام. وبما انهم بيبحثوا عن الحياد، فالتنانين اللي عماهم الغضب دول بيستخدموا سحر غريب علشان يتحكموا في اللي عايشين بسلام، وده بدا حرب بين البشر والتنانين. عشان كده هي عايزاه يصطاد التنانين دي علشان ما يستخدموش اطفالها كادوات حرب. البطل بيبدو فاهم الكلام ده وبيقول ان ديموندس عايزاه يصطادهم علشان ما يتحولوش لكلاب صيد، لكن الكلام ده بس عن التنانين اللي تحت سيطره المتطرفين. هي بتاكد له ده، وهو بيسال هياخد ايه مقابل ده، علشان زي ما بيقولوا الاتفاق لازم يكون فيه عطاء واخذ. الماتريارك بتساله يعني ايه، هو بيقول انه عايز 5 قشور تنين لانه معروف ان افضل الاسلحه بتتعمل منها، وكمان في اسلحه بتتعمل باستخدام نفس التنين، عشان كده عايز يضيف الاسلحه دي للاتفاق. لما سمعت ده الملكه بدات تظن ان الشاب ده نصاب، لكن هو رد عليها بدهشه وقال لها خليكي زي ما انتي، خليكي فاكره اللي عايزاه. ثم ظهر العقد وشرط العقد انه لو تم كسر التنين الذهبي هيبقى عبد ليه. هو بيشرح ان العقد هيتوقع بمجرد ما تنطق اسم، وانه بما انه عقد مع شيطان فالاحسن ليها ما تحاولش تعمل حاجه غبيه. لكن الديموندس كانت عارفه ده من البدايه وما ترددتش تقبل العقد، وبسرعه بدا البطل يضحك ضحكه خبيثه وهو بيقول انه خلاص كده، وبعد كده بيامرها انها تفتح الفضاء البعدي. لكن هو داخل المكان ده سمع الديموندس بتندع عليه عايزاه يقبض على التنانين دي وهي على قيد الحياه علشان ما تموتش التنانين اكتر. بترحيب هو بيبص عليها وبيقول كلامه بشكل حاسم، ثم خرج هو والديموندس من الزنزانه. البطل بيقول ان ده كان افضل مما توقع، لكن فجاه تذكر حاجه وقرر يرجع بسرعه وبدا ينادي على الديموندس، لكن المكان ده اتحول بالكامل وبقى محاط بالطحالب، وده خلاه يتعصب لانه نسي ياخد خزة التنين الذهبي. الباتلر بيشرح له انه مفيش طريقه للرجوع هناك، وهو بيظهر مستاء جدا انها خدعته وبيحلف انه هيشيل راسها. رجعوا للقريه اللي اتدمرت، وسمعنا الباتلر بيصرخ في وجه البطل علشان تاجر الاسلحه، والبطل بيرد عليه بابتسامه ساخره وهو بيقول بالظبط كده. لكن الفريد عايز يعرف ليه ترك الجحيم وراح للعالم البشري علشان يبيع اسلحه رخيصه، وفهموا الديموندس ان البشر بيصيدوا التنانين علشان يصنعوا منهم الاسلحه، وبالتالي ده بيبقى بيزنس عظيم. هو بيحك انفه وبيقول انه هيسيطر على قشور التنانين بالطريقه دي علشان يبقى من اغنى
الناس في العالم. البطل خطته انه يبيع الاسلحه دي قبل ما تحصل حرب بين البشر والشياطين، لكن صديقه بيرد عليه وبيقول له انه مفيش حرب لو مفيش ملك الشياطين. البطل بيساله اذا كان ناسي هو مين، ثم بيشرح له انه مش ناوي يبيع الاسلحه طول حياته، هو بس عايز يسيطر على السوق ده ويجمع فلوس كفايه علشان يوصل لاخر خطته. أليكس ابتسم وقال انه كان عارف ان البطل مفيش حاجه هتنساه من تحت الارض. والبطل بعد كده طلب منه يجيب زيك ويلاقي مكان كويس للمحل بتاعه. الولد الشاب اللي هو البطل كان قاعد في مكانه مرتاح، بس في دماغه كان بيدبر حاجه شريره علشان يخدع أليكس ويخليه يمتلك اكبر مساحه من الاراضي في العالم. وبعد ما خرجوا من الغرفه وهو ساكت بيردد في نفسه انه مش هيشترك في شغل ملخصه المشاكل دي، بس في الحقيقه هو كان شايفها خطه ماكره علشان يحقق اهدافه. البطل كان قاعد على السرير رجليه بتتارجح ومرتاح تماما وعينيه مشدوده للسما الزرقاء. كان شايف الشمس داخل من كان شايف نور الشمس داخل من الحفره الكبيره اللي في السقف، وكان واضح عليه انه راضي عن حياته في اللحظه دي. بس فجاه صور من الماضي كانت بتيجي على دماغه، فكر في ايامه في الامبراطوريه وكمان في كيفيه تعرفه على ذاك، وفي نفس الوقت افتكر التنين اللي كان تحت السيطره. لكن اكتر حاجه خلته ساكت هي كلمات ديموندوس عن احياء التنانين. هو كان متردد بس في الوقت نفسه كان بيحس انه لها مصدر دخل ثابت له، وبرغم ده كان حاسس بفراغ جواه زي ما دماء وارواح البشريه كانت بتقعد في دماغه، خصوصا زاك. وكان مش فاهم اذا كان هيشعر بالراحه لو قضى على كل البشر في المكان ده بما فيهم البطل. وفجاه سمع صوت بيقول له يقتلهم كلهم، فرفع نظره ناحيه الزاويه وسمع صوت بيامره بتدمير العالم كله، وصور فرسان الشيطان ظهروا قدامه. الصوت كان بيصرخ فيه علشان يلوث الدنيا كلها بالشر، وقال له ان لو عمل ده هيكسر حلقه لا نهائيه من ابطال بيقتلوا ملك الشياطين. لكن البطل كان ساكت ووجهه ما بينامش، وغمض عينيه وقال للصوت انه يلتزم الصمت لانه عايز ينام. في وقت لاحق وصل أليكس وقال له ان المكان ده هو اللي هيبقى محل البطل، وشرح له ان اصحاب المكان اتقتلوا في الهجوم اللي عمله التنين وانهم بسهوله قدروا ياخدوه منهم. البطل قال ان المكان مش وحش، وأليكس اضاف انه كان سعيد جدا انه اكتشف الخطه الحقيقيه. والبطل رد عليه ضاحكا وهو ظاهر عليه انه مش عارف حاجه عن الخطه. أليكس بعد كده قال انه ممكن يطلب من زيك يصلح المكان ده، والبطل اتفاجئ من فكره ان زيك عنده قدره على كده. وأليكس فسر له ان زيك كان شغال نجار قبل كده فالموضوع مش هيكون صعب عليه. البطل بص للمكان وقال ان أليكس فعلا عنده موهبه رغم انه لسه صغير، لكن كان عنده شكوك بخصوص الدماء الموروث. كان فاكر ان الولد اللي ابوه وامه دمهم نقي مش ممكن يطلع شخص عادي، لكن أليكس رد عليه وقال له انه شاف ناس ضعيفه في اصلهم لكن قدروا يطلعوا اقوياء. البطل بدا يفكر ان دي حاجه عشوائيه، ووافق انه ممكن يكون لسه في امل لذكر رغم انه من عيله فئه دماء ضعيفه. أليكس بعد كده شرح ان الموهبه مش لازم تكون وراثيه، لكن الحظ ممكن يكون ليه دور. واضاف ان الناس اللي بيربوا ابطال او كهنه غالبا بيكونوا اغنياء وقادرين يستثمروا في زياده نقاء الدماء. البطل بعد كده فهم ان الموهبه مش هتفرق لو مفيش فلوس للاستثمار فيها. أليكس برضو ذكر انهم لازم يكونوا حدود لمستوى الذك قبل كده، والبطل سأل اذا كان يعرف هو بيفكر في ايه، لكن مساعده قال له انه مش عارف، وكان مستغرب وسأل نفسه ليه الشياطين دايما بيخسروا قدام البشر. في النهايه قال انه مش فارق معاه وهو مش مهتم بالموضوع ده، وسأل عن مكان زيك. وفي مكان تاني كان زيك شغال وهو بياكل اكله، ولما شاف حد داخل سأله اذا كان نام كويس. زيك رد عليه وقال له انه ما قدرش ينام وجاي علشان الشغل هناك بيجيب فلوس كويسه. البطل قال له انه بيجهز له نودلز، وزيك بدا يجهز الاكل، ولما خلص قدمه للبطل. البطل لما جرب الاكل اتفاجئ وقال بجد ان طعمه رهيب. أليكس اللي كان مع البطل كان متشوق يعرف طعمه، وانه كان فعلا طعمه زي ما البطل قال. الولد قرر يجرب الاكل اللي قدامه، ولما استطعمه حس بصدمه، لكن بعد ما جربه قال ان الاكل لذيذ جدا واشاد بالطهي، وقال ان ده المفروض يخليه يسيب بطل يبيع الاكل بدل ما يكون بطل، وكان مبسوط جدا بالوضع ده. وفجأة شكر معلمه، شكر له انه ساعده واشترى ملابس لاخواته اللي دلوقتي هيقدروا يروحوا مدرسة الابطال. البطل سأل عن مدرسة الابطال دي، وقال له الشاب انها مدرسة ابتدائية هتساعد اخواته يكونوا ناس كبار في المستقبل. لكن فجأة سمع واحد بيصرخ وهو بيقول ان في بعوضة في طبق الاكل بتاعه. الراجل ده كان غاضب جدا وقال انه اشترى الاكل ده لانه كان جعان، لكن دلوقتي بقى يكرهه تماما. الولد اللي كان جايب الاكل اعتذر وبدا يشوف حواليه لحد ما اكتشف ان مفيش بعوضة في المكان، لكن الراجل ده فجأة رمى الاكل على صاحب البطل. الشاب اللي كان معاه في المكان لاحظ ان ملابس صاحب البطل بقت ملوثة ومش عارف يتصرف، والراجل بدا يهتف وقال انه ممكن يهد مكان الاكل ده كله لو اتكلم مع والده. الناس كانوا متفاجئين من الوضع ده وابتدوا يضحكوا على الولد ده، وبداوا يغيروا اسم عائلته من بي لبا. الولد قال لهم ان اسمه مش بيتشا لكن بي، وهو مبتسم ابتسامة خبيثة. في واحد قال ان حتى ابوه كان بيدور على شغل في كل مكان، وده بيقول ان ابنه مش اكتر من نفاية مشي. الشاب ده كان ساكت وسمع كل الكلام ده لحد ما البطل ضرب الطاولة وكسر العصا بتاعته، وسأل الراجل ليه هو بيشتكي كده. الراجل رد وقال له لو هو قال للمعلم اوريغون انه حشرة وكان هيهدد انه عايز يموت. الشاب رفع ايده بكل هدوء، والناس اللي
حواليه بدأوا يبصوا في حيرة، لكن البطل قال ان الراجل ده هو الحشر واغلق ايده، فاختفى الراجل ده والست اللي كانت معاه الثواني، وكأنهم تم امتصاصهم في فراغ اسود من ايده، والناس كلها كانت متفاجئة. البطل قال ان الناس اللي مش بتشكر البطل اللي انقذهم مش ليهم حق يعيشوا. بعد ما اكمل كلامه رجع للاكل بتاعه، قال لهم يلا نرجع ناكل. فجأة وقع ورقة في طبق الاكل بتاعه وكان مكتوب عليها رسالة من التنين الذهبي بيقول فيها ان تم رصد تنين في قلعة قريب وطلب منه يروح هناك فورا. البطل حط ايده على الطاولة وكسر العصا التاني وقال لصاحبه انه لازم يقفل المكان لانهم هيروحوا علشان يعملوا الشغل اللي عاملهم المهم. بعد فترة كانت السماء مضيئة بالقمر والحصينة بتجري بسرعة وهي بتشد العربة اللي كان بيقودها أليكس مع البطل في الرحلة دي. وفي الطريق لاحظ البطل ان رفقائه بيرتعشوا من التوتر وسألهم اذا كانوا خايفين واكدوا له انهم مش متخيلين انهم هيمسكوا تنين في حياتهم، وكل ده علشان البطل ساعدهم. أليكس قال انه لما بيبص للبطل بيحس ان عنده ثقة كبيرة وانه مهما كان التحدي كبير هيقدر يواجهه في الاخر. أليكس نصحهم وقال ان مهما كانت التحديات يجب يكونوا واثقين في انفسهم علشان يكونوا ابطال، وان البطل اختار زيك علشان يكون بطل حتى لو هو مش دايما فاكر ده هو اللي هيقود المغامرة دي. وقال لهم ان القلعة قربت فجهزوا نفسهم. وبعد ما مر بتقلبات وعواصف فتح عينيه ولاحظ حاجة غريبة، كان في تنين جليدي ضخم فوق القلعة واللي بيتم التحكم فيه من خلال طفيل لونه بنفسجي، والتنين ده بيصرخ كأنه في ألم. زيك بدأ يلاحظ حاجة تانية عن القلعة، اكتشف انها خلاص اتاخدت وده خلاه يحس بالقلق على الناس اللي جواها، لكن الشيطان اللي معاه طمنه وقالوا ان الناس كلها في امان وده خلاه يهدى شوية. بعدين زيك فكر وقال انه في عدد من الابطال من الدرجة جي قدروا يهربوا من على الناس. البطل كان بيقول ان المسرح جاهز والمشاهدين موجودين، فمفروض الفشل اللي ماشي ده يكون جاهز. الناس اللي كانوا بعيد شافوا القلعة وهي في حالة خراب وبدأوا يتكلموا عن التنين وده السبب في الهجوم عليهم، واغلبهم كانوا بيدعوا حد ينقذهم. في الوقت ده في راجل سأل الشيطان علشان يوقف العاصفة الثلجية وكان قلقان من انهم نسوهم. واحد من الناس رد وقال انهم مش عارفين حاجة عن الشيطان لكنهم عارفين حقيقة واحدة، ان الملك تركهم علشان يموتوا في المكان ده. في الجهة البعيدة كان في حاجة ذهبي وكان الكاهن مصاب هو المسؤول عن ابقائه، وكان بيحمي الملك السمين اللي كان بيشكو من البرد وبيسأل عن مكان الابطال علشان ينقذوهم ويرجعوهم للقلعة. الكاهن قال له ان الابطال ممكن يكونوا ماتوا بسبب التنين او ان الملك اتصاب او الملك امر انه يلاقي حل للموقف ده. فجأة في وسط المعركة في حد بيصرخ للناس علشان يبعدوا عن الطريق، والملك شاف عربة ماشية فوق وعلى العربة كان في بطل هو نفس الشخص اللي قتل التنين قبل كده. الناس من بعيد بدأوا يتكلموا وقالوا ان البطل ده جاي ينقذهم، لكن الملك مش مقتنع وقال انه ده مجرد منحرف ولازم يتقبض عليه. الملك بدأ يصرخ ويقول للكاهن يعتني بالموقف وهو بدأ يبرد تاني وهو بيشتم الابطال ويأمل انهم يتهزموا على ايد التنين. في الجهة التانية كان في طفلة بتتعلق في امها، والطفلة شافت البطل وهو جاي على العربة وسألت امها مين الشخص ده، وقالت لها هو ده فعلا ناوي يقتل التنين وهو لابس ملابس داخلية بس. الناس اتفرجوا في صمت، لكن في حد قال ان ده مستحيل لان البطل ده ما بيظهرش زي الابطال. الولد اللي كان راكب العربة بدأ يقول انه بردان ومحرج جدا في الموقف ده، وبعد كده قال لأليكس انه عامل كويس في الموقف ده. وفجأة زيك نظر لأعلى ولاحظ انهم خلاص قربوا من المكان اللي فيه التنين، فقرر يقول لأليكس ورفيقه يستعدوا لان الخطة هتكون زي المرة اللي فاتت، حيث يظل هو في مكان مفتوح علشان الكل يشوف، وأليكس هيجذب التنين ليه وفي النهاية هو هيلقي الضربة القاضية على الوحش. ومع ده قال لأليكس ان المرة دي لازم يكون حذر علشان ما يسببش مشاكل زي المرة اللي فاتت، وأليكس رد وقال له ما تقلقش مش هيحصل تاني. وفي نفس الوقت أليكس كان بيعمل حركة لفتح بوابة صغيرة وقال انه اتعذب شوية في المرة اللي فاتت ووعد انه ده مش هيتكرر. زيك كمان ذكره انه لازم يضعف التنين من غير ما يقتله، وأليكس وافق وقال انه هيركز على اضعافه. وفي اثناء ده الشيطان قال لزيك ان المكان ده فيه فوضى وهو لازم يروح لمكان ثابت علشان يبقى اكثر امانا. اما زيك فقال له يتوقفوا العربة علشان هو عاوز ياخد قسط من الراحة بسرعة. بس قبل ما ينام قال الشيطان يجي معاه لانه خايف جدا وعايز يحس بالامان وهو معاه. الوحش الغريب ظهر فوقهم وده كان تابع للورد وكان عنده شكل مرعب وكان بيحلق فوقهم بمظهر جد ومركز. بدأ ينزل بسرعة على التنين الجليدي اللي كان بيهاجم، وكان الوحش بيحاول يهاجم الانيابيب الطويلة بتاعته، لكن أليكس كان بيدافع عن نفسه بكل براعة وبيهاجم الوحش بايديه الشيطانية وضربه ضربات قوية جدا لدرجة ان الوحش مش قادر يتعامل مع الضربات دي. وكل ده كان بيحصل والناس بعيد شايفين من بعيد، وبدأ زيك يحس بالتوتر والمشاعر المتضاربة، لكنه كان متأكد ان أليكس هينهي المعركة قريب، لكنه كان خايف شوية من البرد لانه كان لابس ملابس خفيفة. إين قال ان كان ده رهيب جدا، لكنه كمان قال ما اقدرش اشوف حاجة مع الدخان اللي طالع من المعركة، وكمان فكر وقال انا لازم الاقي مكان يكون سهل على أليكس علشان يلاقيني فيه. الولد فجأة نادى على الشخص التاني باسمه المستعار وهو ماشي ورمى عليه درع خشب تقيل كان شايله طول الطريق. الولد كان مستغرب من التصرف ده وسأل في نفسه لو كان مش هيستخدم الدرع اللي اتكلم عنه طيلة الوقت، وكمان كان فاكر ان ده تكريم لوالده. الشخص التاني لما اشار للدرع بدأ يعمل نوع من السحر حوالين الدرع ده وقال ده هو ده. الولد
كان لسه مش فاهم ايه اللي بيحصل وازاي الطاقه دي بتنتشر اكتر واكتر. الامير شرح له وقال له ان ده حاجز دفاعي ولازم يتحمل نفس تنفس التنين مهما حصل. الولد كان بيترعش وهو بيشكر الامير لكن لسه ما كملش كلامه. فجاه لقى الشخص التاني واقع نايم. الولد اتكسف شويه ونط من العربه وهو بيقول له احلام سعيده، وقال انه هيبذل كل اللي يقدر عليه وانه لازم يلاقي مكان مناسب بسرعه. بدا يدور حوالين نفسه وكان نفسه يلاقي مكان مرتفع، ولما شاف جبل جليدي عن بعد قرر ان ده المكان المناسب وبدا يجري بسرعه علشان يوصل. وفجاه اتزحلق على الجليد ووقع جامد لكنه على الاقل وصل اسرع. وفي نفس الوقت كان أليكس بيقاتل مخلوق غريب الشكل او حاجه شبه كده، وكان واضح انه مش مرتاح في المعركه دي. المخلوق كان بينهج بس وكان بيئن من الالم. ما ترددش التابع بتاع أليكس وضرب المخلوق برجليه وضربه كمان بايده اللي كان شكلها شبه الرمح. أليكس كان مركز وعينيه مليانه غضب وهو بيراقب خصمه بتركيز، بس فجاه المخلوق ده خلى عينيه تلمع وكانه فعل حاجه خاصه فيه. بسرعه ظهر تنين ضخم طلع لفوق في السماء وغطت المنطقه ضباب كثيف بسبب وجود التنين. في نفس اللحظه اتقربت ايد بنفسجيه من ايد أليكس وكانها بتحاول توصل للتنين في الهواء وعينيها حمراء. المخلوق كان شكله مشوه شويه لكن جسمه كان قوي جدا وهجم على أليكس وضربه ضربه قويه في وجهه كسرت له اسنانه. لكن بعد كده ظهر له ايد تانية من ورا وهجمته، لكن الهجوم ده ما نجحش. بعدين سمعنا صوت ضربه مدويه من بعيد. أليكس بعد ما خبط المخلوق قال له انه عنيد جدا والسهل لو ده بسبب حجمه. المخلوق ضحك ضحكه مستفزه وفضل يضحك بلا توقف، وأليكس كان مش طايق ده وقرر يخلص منه. أليكس اندفع للامام وقال انه هيخلص الموضوع ده دلوقتي، وضرب المخلوق ضربه تانية كبيره خلت المكان كله يهتز وكل حاجه حوالين المعركه تتضرر. كان في ناس بتشوف المعركه دي من بعيد، واحد الابطال قال ده مش ممكن، لكن واحده من الناس كانت مرعوبه وقالت انه مجرد كونهم في المكان ده اصلا بيخليهم خايفين، وسالت لو الشخص ده فعلا بطل. بعدها سمعوا الناس بتشجع أليكس وبيقولوا انه البطل وشاكرين له بشده وبيطلقوا عليه لقب البطل الكبير. الولد لما سمع ده حس بشويه خجل وابتسم وهو بيشوف الناس كلها بتشجعه رغم انه كان حاسس انه مش هو البطل الحقيقي. هو كان فاكر ان أليكس هو اللي بيعمل كل حاجه، وفي نفسه كان بيتمنى انه يكون بطل افضل ويقدر ينقذ الناس ويعطيهم الامل زي ما بيعمل البطل الحقيقي. بعد كده فجاه حد نادى عليه علشان ينقذه، ولما شاف الوضع لاحظ ان في حاجه غريبه في المكان، حاجه متجمده وفيها شخص بيطلب المساعده، وفي نفس الوقت كان في زعانف او اطراف غريبه بتحاول تهاجم من مكان بعيد. الولد بقى اكثر انتباه وهو بيشوف الوضع وكان عينيه بتراقب كل حاجه، وأليكس كان في وسط معركته ماشي. اما المخلوق العجيب وصل للمشهد ده فبداوا يتكلموا بلغه غريبه مع بعض. أليكس كان مركز وقال واضح ان المخلوق ده يقدر يتجدد حتى لو اتدمر. بعد كده كان بيلاحظ المخلوق وهو طالع فوق صخره عاليه في وسط المدينه المدمره وبدا يصرخ بصوت عالي. الوحش ده كان في حاجه غريبه جدا، كان في مخلوق لونه بنفسجي متثبت على وشه كانه متحكم فيه. أليكس فاهم ان الوحش ده بيجدد نفسه مع جسمه، يعني لو قطع جزء منه بيرجع زي ما هو، وده بيوضح انه فعلا زومبي. بعد كده بدا التنين يغير من سلوكه يبقى بارد جدا ونظراته حاد، وقال انه لو ما قدرش يقتل الوحش ده عنده خيار واحد بس وهو انه يقطع اطراف التنين كله. بعد شويه الوحش بدا يجهز علشان ينط وكان ضاغط مخالب ايده على الصخره بسرعه، وبعد كده نط بيها كانها زي الرابطه وهو متجه نحو خصمه اللي كان مجرد تابع، يعني ما كانش عنده فرصه كبيره. أليكس استخدم قدرته اللي اسمها ايد نجميه، وهي قدره بتسمح ليه انه يعمل ميه ايد من خيوط بنفسجيه كانها اطواق مظلمه. هو جهز نفسه للهجوم لكن قرر انه غير استخدام القدره دي شويه عن المرات اللي فاتت، فدمج كل الايد دي في ايد واحده ضخمه وابتدى يجهز نفسه للقتال وهو ماسك الايد الضخمه دي ومستعد يحارب. ولما مد ذراعه الزايده هجم بكل قوته على الوحش اللي كان بيعمل له مشاكل كبيره وضربه ضربه جامده لدرجه ان الارض اتشققت والجو كله اتزلزل، لكن الوحش كان لسه قوي. فغير أليكس استراتيجيته وقرر يرجع الايد الضخمه دي تاني ل 100 ايد صغيره بنفس الحجم، ومن فوق الوحش بدا يشكل القدره مطرقه الجحيم النجميه وضرب الوحش بلا رحمه وبدون شفقه. وبعدها رجع الايد تاني لايد ضخم فمسك التنين وهو بيعاني، لكن التنين بدا يطلع ضوء من بقه كانه بيشحن شعاع ليزر للهجوم. أليكس كان جاهز يدافع عن نفسه وفعلا ضربوا الشعاع الازرق من التنين الجليدي، ومع ان الهجوم كان من بعيد الاحساس كان قوي جدا لدرجه انه حس ان كاد يتسحب مع الرياح. هو بدا يدخل في حاله من الفزع قبل حتى ما يبدا القتال، لكن بذكائه استخدم الايد المية كدرع بشري يحمي نفسه وكان يبدو انه ما اتاذاش. وهو زعلان من الوضع ده كله وقال ان الوقت ده هو اللي هيخلص فيه كل حاجه، وكان بيتكلم بلغه مختلفه. بدا الوحش يعمل صوت زي العواء من داخل الشرنقه. التابع كان بيقول ان الايد المية لازم تتجمع وتكون ايد واحده علشان يقدروا يتغلبوا على الوحش. في اللحظه دي أليكس حول الايد المية دي لثلاث ايادي ضخمه جدا وقويه ومسك التنين من ديله بقوه وبدا يشيله ويقطع فيه، وبعد ما قطع الديل اكتشف ان في طاقه زرقاء جوه الجزء ده من جسمه والوحش بدا يعوي من الالم. أليكس ما ضيعش وقت وراح ناحيه الجهه التانيه بسرعه واستخدم قدرته الدوران العكسي علشان ما يديش فرصه
بطل الوحش انه يهرب، وبدأ يضربه ضربات قوية باستخدام قدرته الضربة العظمى الجحيمية. الضربات كانت مؤثرة جدا وكل حاجة حواليه كانت بتتكسر من شدة الضرب. لما شاف ده كل الناس في القرية اتصدموا وما قدروش يتكلموا، واقفين مستنيين. كمان الولد المشاكس ما كانش قادر يبطل يتفرج على القتال بين التابع والتنين، لكن لما رجع في ذهنه فكر انه مش وقت الهزار ولازم يخلص من الناس دول بسرعة. شاف شخص محتاج مساعدة وكان بيسأل عن النجاة، فقال لها تهدى لانها هتكون بامان معاه دلوقتي. لكن لما قرب منها وشاف الشخص بشكل افضل اتصدم لانه شاف منظر مخيف جدا. كان راجل متجمد بالدموع المجمدة كأنه مات وهو بيحاول ينقذ البنت، وبدأت الست تبكي وتطلب منه ينقذ الطفل اللي كان بيعيط. أليكس من غير تفكير بدأ يكسر التلج بسرعة علشان يطلعهم، وهو بيقول لهم استنوا شوية هخرجكم دلوقتي. لكن في دماغه كان عارف انه لازم يسيب الاب ويخرج الام والطفل. فجأة ضوء بدأ يظهر من جوه الكريستال المتجمد. في وسط المعركة الست شافت اللمعة دي وبدأت تتوتر وقالت له يهرب فورا لان الضوء ده هو اللي دمر قصرها بالكامل قبل كده. وفي لحظة بدأ الضوء يزداد سطوعا لدرجة انه كان بيشع في كل مكان. وفي وسط الفوضى دي بدأ التنين يجمد كل حاجة حواليه، وأليكس حس ان في حاجة غريبة بتحصل. وبعدين انفجرت قوة ضخمة بشكل مفاجئ. البطل طار بعيد بعد الانفجار، والناس اللي كانوا بيتفرجوا على كل اللي بيحصل اتأثروا بالانفجار ده كمان. نفس الشيء بالنسبة للراجل اللي بيظهر انه العمدة واللي كان بيشكو من البرد بعد الهجوم. التنين كان غاضب جدا وواقف قدام خصم، وأليكس قال ان ده زي المرة اللي فاتت، لكن كمان قال انه صعب يفضل يحافظ على بشرته في الظروف دي، وانه كان بيحافظ عليها علشان حرب بعد 20 سنة. ووصف ده كإزعاج. البطل اللي كان على الارض بدأ يصحى وسأل نفسه اذا كان لسه عايش ولا لا. افتكر اللعنة اللي استخدمها درع اللورد الشيطاني. عينيه اتسعت وهو افتكر الطفل اللي كان بيحاول ينقذه قبل كده قريب منه. الطفل لسه بيعيط بشكل قوي، والبطل اتفاجئ ان الطفل لسه عايش، لكنه اكتشف ان الام مفيش منها اثر، وقال للطفل انه هيجي علشان ينقذه. حاول يوقف لكنه وقع على الارض مش قادر يثبت نفسه. شاف حاجة غريبة على الارض ولاحظ انه مفقود رجلين ودراعه الشمال. وفي نفس الوقت الوحش لسه مكمل في تخريبه، وواحد من القرية بدأ يتراش ويحذر ان الوحش راجع تاني. التحذير ده فكر البطل انه لازم يهرب من المكان ده فورا. متضايق من الوضع ده وقال انه هيجي ينقذ الطفل لان في النهاية هو بطل حتى لو الناس شايفاه فاشل، وزحف ناحية الست اللي كانت جنب الطفل وهو مصر على هدفه. رغم اللي بيحصل من وراه الناس بيصرخوا ويحذروه، البطل قال انه مش زي باقي الابطال اللي بيحاولوا ينقذوا كل الناس، لكن اكيد هينقذ الطفل. في المعركة أليكس كان بيواجه التنين واللي اكتشف ان هجماته لسه بتأثر فيه. أليكس قال ان ده السبب اللي بيخلي البشر دايما يستخدموا التنين لانهم اغبياء. وفجأة بدأ التنين يستخدم قدراته الجليدية بأقصى قوة، والبطل حس بالتأثير ده. اخد المرأة مع الطفل وضربوه تاني وانطردوا في الهواء بسبب التأثير. وقعوا على الارض بشكل صعب وتعرضوا للأذى. فتح عينيه ولقى قدامه حد وقال لنفسه انه مش فاهم حاجة، موضحا انه مش عارف ازاي هم فكروا انهم ممكن يكسبوا لانهم في النهاية ضعفاء. استمر يقول انهم دايما بيدوا كل حاجة علشان ينقذوا الناس، وسأل ازاي عرقه خسر من البشر في اخر 65 الف سنة. مش قادر يفهم ازاي حصل ده. ابتسم وقال اللورد الشيطان واعتذر له لانه ما فضلش في مكانه الصح، ووعد انه هيصلح الموضوع المرة الجاية. ولما خلص كلامه وقع تماما على الارض. بعد شوية زيك صحي لكن قفل عينيه تاني. هو لسه عارف انه في سرير. قام هو في حالة من الهلع والسهال عن التنين، وقال اللورد الشيطان وهو بيبص حواليه لقى نفسه في اوضه، وبعدها بقت هاديه جدا. فكر ممكن يكون في اوضه اللورد الشيطاني. في اللحظه دي بدا يحك في دماغه ويتساءل ليه هو هنا دلوقتي. حط ايده على دماغه وفكر هل هو غايب عن الوعي اثناء المعركه. بص على دراعه اليسرى واتصدم لما لقى انه مش فاكر تفاصيل كبيره عن المعركه. فضوله خلاه يرفع الغطا علشان يشوف جسمه. اكتشف ان رجليه كمان متبدلين مع بعض، ولما شاف الوضع كده اعترف انه كان متاكد ان جسمه كان هيتدمر تماما، وسال نفسه ازاي ده حصل. وبعدين سمع صوت اللورد الشيطاني وهو بيتكلم مع حد تاني. اتصدم لما عرف الصوت ده وافتكر انه صوت البطل. في اللحظه دي راح ناحيه الجزء المفتوح من الاوضه ونادى على سيده وهو شايفه عن قرب، واتفاجئ لما لقى البطل عنده سيوف كتير على الارض. وساله لو هو صحي من النوم. زيك رد عليه بتوتر وقال له انه صحي، لكن بدا يساله عن جسمه والتنين والطفل. كان في حاجات كتير عايز يعرفها. لما سمع البطل كلامه ابتسم وقال له انهم خلاص اتعاملوا مع التنين والوحش، وانه لو ارتاح كفايه المفروض يساعد في التنظيف. اللحظه دي كانت غريبه شويه على زيك لانه كان حاسس بشويه احراج، وهو فاكر انهم كانوا مفروض يفتحوا محل الاسلحه في الوقت ده. كان دماغه مشغوله، لكن لما شاف وجه معلمه حس ان كل حاجه وحشه راحت من دماغه. في اللحظه دي كملوا مع بعض في المهمه اللي كانوا شغالين عليها، وكانت قوانينهم بتقول انهم لازم يروحوا للملك اللي فيه تنين. الناس بدات تهرب في كل مكان بسبب الخطر، لكن البطل جذب الانتباه وكل الناس كانت شايفاه وهو بيأمر التابع بتاعه، وكان غاضب وهو بيقول له هجوم.
وبالطبع التابع نفذ اللي قاله سيده وقال له انه جاهز. وفجأة ظهر بورتال في السماء كان أليكس هو اللي عامله وهو في السماء بعيد، وضرب التنين بلكمة قوية جدا. كل مرة كانوا بيهزموا فيها التنين كانوا بيخطفوه وبعد شوية بيبعدوه عن المكان. وبعد فترة استيقظ الأمير وكأنه مش فاهم ايه اللي حصل، بدأ يرش في مناخيره وهو شايف فوق راسه كمية كبيرة من الأسلحة معلقة، ولما بص قدامه شاف حاجة تانية. ديك كان بيحتفل بحاجة بحماس لأنه في الصباح ده ظهر عدد كبير من الأسلحة الجديدة. في اليوم التالي جه وقت قتال مع وحش غريب كان البطل مستعد ليه. أليكس نط مباشرة على الوحش وزيك راح وراه على طول. أمير كان نايم ومش في دماغه حاجة ومش مهتم بالأحداث. المهم المجموعة دي كانت بتكمل في مهمات شبه بعضها. مرة كانوا بيهاجموا تنين ورموا فلاش بانج عليه علشان يعموا عينيه. الوقت مر والقتالات كانت بتتكرر. كانوا دايما في الطيارة اللي بتكون فوق كل الناس والبطل مش قادر يوقف، بيوجه ضرباته القوية بالأسلحة ضد الوحوش. وكلما انتصروا في معركة كانوا بيكسبوا أسلحة جديدة وبيقدروا يهزموا الوحوش بسهولة. كان زيك مبسوط جدا بحياته الجديدة دي، ومع كل يوم بيعدي كانوا بيحققوا انتصارات اكتر. في يوم من الايام كان في معركة شرسة مع تنين، وبعد ما خلصوا منه كان البطل لابس دم ازرق من التنين وهو بيبص حواليه، وكل الناس كانت مستنية تشوفه. قالوا عليه انه صائد التنانين وجاي ينقذهم. لقى المعلم بتاعه بيبص عليه من بعيد وبيقول له احسنت يا بطل، وراحوا سلموا على بعض في مشهد مميز. كان البطل فرحان جدا بالنتيجة، وبكده بقت مجموعة زيك هي الاكثر شهرة في كل الارض دي. بعد فترة الكل كان متجمع في مكان واحد، وديروس سأل لو اخيرا خلصوا، واليكس قال له ايوه. هو بيبص على المتجر بتاعهم وقال انه ده اول متجر اسلحه شيطانيه في المنطقه. وبكده بدات شغل جديد. دخل المتجر كان فيه سيوف جميله واسلحه تانية اقل تقليديه، ولما زيك شاف ده كان مندهش جدا وقال ان ده شيء لا يصدق. والامير وهو حاطط ايده في جيوبه وقال انه ما كانش متوقع ان المتجر يبقى شكله كده وانهم شغالين بجد. اليكس علق وقال انه ما فيش متجر تاني ممكن يقارن باللي عملوه في المنطقه دي. بعدين وهو بيتكلم بنبره حاده قال انه مش مهتم بالمنافسه دي وانهم ممكن ياخدوا المكان. ساعتها سأل زيك لو هم شافوا قبل كده صاحب متجر شغال، واليكس اتوتر وقال له ان ده تصريح مقلق شويه. في اللحظه دي ايد شيطانيه ظهرت حوالين اليكس وزيك واحتضنتهم. دايروس قال انه عايز يجيب فلوس كتير، وقال انه لو عندهم مشكله مع كده ممكن يقولوا انه مش قادر يعتني بالمكان. بعدين قال لهم انهم لازم يشتغلوا بجد علشان ينجحوا في المتجر. فجاه البطل نادى عليه وقال له بشكل محرج اذا كان ممكن يشتغل في مكان تاني بعد ما يخلص هنا، لانه لسه محتاج يروح يشتغل بدل اخوه في شيف. الراجل قال له ما عندوش مشكله وانه يقدر يعمل اي حاجه عايزها. وبعد شويه اليكس كلم مساعده وقال له يجيب الحاجه اللي طلبها. وبعد شويه جوه المتجر الولد كان بيبص على حاجه على الارض وكان مندهش منها. كانت قطعه اثريه سحريه مظلمه. بدون ما يخاف من حاجه البطل خد القطعه ورفعها وسال مساعده يقرا اللي مكتوب عليها. دوم ستلون كان اسم القطعه دي، ودي كانت معموله من قشور تعبت من التنانين وفيها احجار زرقاء وسوداء وفوضويه. في الحاله دي كانت الدرع دي معموله خصيصا من واحد اسمه هيرمس اشهر حد في عالم الشياطين. اليكس قال ان الدرع دي ممكن تتحمل 3 أو 4 ضربات من ملك الشياطين. زيك وهو مندهش قال ان الاقزام دول فعلا عجاب لدرجه انهم قدروا يعملوا كده. في الحقيقه اليكس كان عايز يقول انه هيكون جحيم، لكن زيك فاهم كلامه على انه العالم الخاص بالاقزام. اليكس رماه في مكان وقال له يشيل الدرع. زيك كان مندهش من القوه دي، وفجاه لقى نفسه في بعد تاني فارغ وكان مش عارف هو فين. وهو بيبص ورا نادى على شيطانه وجات له اجابه من مكان بعيد وقالت له اذا كان ده انسان بيكلمها واين هو. ولما بص لقى عين عملاقه من القطعه الاثريه بتراقب فيه وقالت له انها اسمها دوم لاجون وانها اختارته هو كسيدها لحد اخر شعاع من حياتها. زيك كان متوتر وقال كلام مش واضح بسبب الصدمه، لكن دوم لاجون بدات تختفي. والبطل صحي فجاه وهو بيسال عن مكان دوم لاجون. اليكس وهو متفاجئ قال له بسرعه فكر ورماه بقوه النيران الابديه في اتجاهه. زيك رفع الدرع قدامه علشان يحمي نفسه من الهجوم وحماه بنجاح، لكن الصدمه بعته في الهواء لفوق. اليكس وهو في حاله صدمه سال باستغراب ايه النوع ده من الحمقى اللي بيدمروا متاجرهم، لكن البطل شرح ان ده مجرد اختبار مفيش حاجه خطيره. بعد الهجوم زيك لاحظ حاجه جايه من الدخان وقال ان الدرع ده رائع لدرجه انه ممكن يعجب اي حد من مستواه واكتر. اليكس وهو متفاجئ قال ان حتى هو حجمه 1% من حجمه الطبيعي ما كانش متخيل ان الدرع يقدر يوقف الهجوم ده بالشكل ده. بعدين بص للولد وقال له يا فاشل ماشي تعالى هنا. زيك بسرعه رد وقال له ايوه يا سيدي انت عايز ايه. اليكس قال له ان الدرع ده بقى ملكه دلوقتي وقال له انه لازم يتعود عليه لانه لسه ضعيف وانه هيضيف له خصائص جديده مع الوقت. زيك كان مش قادر يصدق وقال له انت جد. وهو شايف اليكس من بعيد وهو متاثر. زيك بدا يبكي وقال ان الدرع ده مش ممكن يكون حقيقي وساله اذا كان ده فعلا مقبول. اليكس رد وقال له ايوه ده مقبول وقال له بلاش تبكي. زيك كان بيبكي لدرجه انه دموعه وقعت على الدرع وعلشان يعبر عن شكره حضن الدرع وقال مستحيل اصدق ان شايل الدرع ده في حياتي، ده افضل درع في العالم. دايروس شاف ده وهو مستغرب وقال له بتهزر ليه تبكي، ما
محدش ضربك. في نفس الوقت في مكان تاني جوه العالم الاخضر في قلعة الاروما الناس كانوا بيحتفلوا وبياكلوا كتير. بنشوف حد لابس مجوهرات وقال وهو مدهوش ان المجوهرات دي تقيلة جدا عليه، وقال كمان انه مش قادر يتحمل. الظاهر كمل قراصنة وبعدين بدأ يتكلم عن شخص تاني كان شايل حاجات كأنهم مش هيموتوا ابدا، وكان بيشاور على الراجل الكبير في السن كان حاطط ايده حوالين الاميرة ابريل. القراصنة سألوا اذا كان ده صح، لكن الاميرة كانت واضحة انها مش معاه وعايشة في عالمها وكأنها تحت تأثير البطل. الراجل بدأ يضحك بشكل هستيري فجأة، وفي لحظة حد دخل القلعة ولفت انتباه كل الحضور. كان لابس رداء اسود غريب وبدأ يمشي بهدوء والناس كلها سكتت. دخل معاه مجموعة من الرجال بنفس الزي الاسود، واحد منهم طلع على السلالم واتنين تانيين بدأوا يحققوا في الدور التاني. في اللحظة دي دخل شخص تاني كمان وهو بياكل، لكن القراصنة فضلوا ساكتين وهم مراقبين. الشخص ده كان ماشي على السجاد الاحمر من غير ما حد يعترضه. لما وصل قدام العرش قعد وبدأ يتكلم عن ان بوابات القلعة مش باين عليها اثار قتال. القرصان اتلخبط وسأل مين الشخص ده. ابتسم الراجل الغريب وقال له مفيش داعي للقلق، يقدر يكمل اللي بيعمله. ثم بدأ يستعد لحاجة تانية ونط بشكل عالي جدا وقال انه لازم يكون القفز من هنا. ثم هبط في مكان معين وبدأ يحقق في الوضع، حط ايده على الشق. قال انه هنا كان حصل انفجار واحد بس، وقعد يقول ان الهجوم دمر الجبل كله في لحظة، وتساءل اذا كان ممكن لشخص واحد يعمل كده. القرصان بدأ يتوتر ويصرخ علشان يطلب منه يمشي بسرعة، وقال لرجالته انه يطلب منهم يطردوه، لكن الشخص الغريب قال لهم ما يتحركوش وحذرهم ان ده خطر عليهم، وقال حتى لو كانوا مجرد حشرات مسيطرة على المكان هو برضه مهتم بحياتهم. استهزئوا منه وقالوا له انه مجنون وبدأوا يصوتوا ويهددوه بالقتل. الراجل الغريب بكل هدوء قال لهم انهم مش هيقدروا يعملوا كده لانهم كلهم اولاد شياطين، وبسرعة قدر يقطع كل المحاربين من غير ما يتحرك من مكانه. وبعد ما كلهم وقعوا على الارض قال لهم لو مش عاوزين يبقوا زيهم لازم يوقفوا. زعيمهم اكتشف انه بيستخدم سحر وسأل مين هو، لكن الراجل رفع اصبعه علشان يوقفه. ابتسم وقال له مفيش داعي يسأل عن شخصه وانه يفضل يكمل اللي هو عايز يعمله. ثم قال انه جاي علشان يحقق بسبب شكوك الناس اللي فوقهم في اللي حصل في المنطقة، وعلشان يحقق معاه طلب منه التعاون. القرصان لسه مش فاهم حاجة وسأل عن الاوامر من فوق، فقال له الشخص الغريب انه هو فعلا من ديمون، وواضح انه كان بيتكلم عن سانتوس ماكسيموس. القرصان اتخض وسأله هل يقصد الزعيم الاكبر، لكن الراجل ابتسم وقال له انه مش هيحتاج يشرح اكتر، وقال له انه لازم يقول كل حاجة يعرفها عن اليوم ده، مين عمل ايه وايه اللي حصل، لان تدمير قلعة الأورما في لحظة زي دي لازم يكون لشخص عنده قوة ضخمة، وان اختفاء الهجوم من غير اي اثر مش منطقي. القراصنة بدأوا يرتجفوا وقال انهم سمعوا عن شخص كان عنده شعر ابيض وكان واقف قدام بوابات القلعة صباح اليوم، وبعدها انفجرت القلعة، وقال انهم ما يعرفوش اكتر من كده. الراجل الغريب ابتسم وسكت شوية، ثم بدأ يخرج وقال ان شكرهم على المعلومات وان هو المنقذ، وحكى عن الظلم اللي تم في القلعة، وقال ان القلعة تم بناها على دماء الناس، وقال ان الشخص ذو الشعر الابيض هو المنقذ مرسل من ديمون علشان يمحي كل الشر الموجود. ابتسم وقال ان سانتوس ماكسيموس فقط بيبص على المكاسب والمال، بينما هو فعلا المنقذ وهو افضل بكتير من كل الناس. اما بالنسبة للزعيم فقد حس انه مش قادر يستوعب اللي بيقوله، فقال الراجل الغريب بعدين رفع ايده وخلص على الزعيم بضربة سحرية واحدة ودمره في لحظة، وقال لهم انهم مش قادرين يستهينوا بسانتوس ماكسيموس. وفي مكان تاني حد من المجموعة قال ان البكتيريا جت، لكن أليكس قال ان دي مش بكتيريا دي طفيليات، لكن الامير قال في النهاية انهم كلهم متأكدين ان له هتخلصهم منهم بعد ما دمروا وحش تاني. بدأوا يمشوا في العشب، وقال دوريوس انه كان مبسوط في الاول ان عنده شغل كتير، لكن دلوقتي بعد ما الزحمة زادت بقى مش متأكد اذا كان ده هيبقى مشكلة بالنسبة للتنانين، وقال ان الامور هتكون اسهل لو لو هي اللي هتتعامل مع الحاجات دي لانها دايما بتقول انها زعيمة التنانين. واحد من رجالتهم شرح ان السبب في كده هو ان لو ما بتجيش هنا في شكل تنين لكن في شكل بشري، والولد ما فهمش يعني ايه الكلام ده. أليكس قال انه مش متأكد بس بيعتقد ان الموضوع ده موضح في مكتبة الابعاد. ده خلى اللورد يبقى اكتر حيرة لانه حتى ما يعرفش ايه هي مكتبة الابعاد دي. الذكريات ممكن تتأثر بالسحر المهلوس، والمكتبة البعدية هي المصدر المكتوب الوحيد اللي ممكن يستخدموه كدليل في اي وقت. الولد بيقول ان السبب اللي خلاها ما تتصرفش ممكن يكون خوفها من ان ده يتسجل في المكتبة، وانها خايفة لان وجودها سر، وأليكس بيأكد الفكرة دي. بعدين البطل بيسأل ليه والتابع بتاعه بيرد انه مش عارف لانه ككائن اقل ما بيقدرش يحكم على تصرفات شيطان، والولد بيسأله ما هو ده كلام كبار. لما وصلوا للعربة الراجل اتفاجئ لما شاف ان زيك نايم، فعلق أليكس وقال انه اكيد مرهق حتى لو ما بينش عليه. زيك كان قاتل تنين والوحش ده كان صعب على بطل من رتبة جي يتحمله، وبالتالي أليكس بيعتقد ان زيك هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده. فجأة حاجة لفتت نظر الامير، شاف الولد ماسك الدرع كده فسأله ليه ماسكه بالطريقة دي. أليكس ضحك وقال له زيك قال انه هيهتم بالدرع لانه مهم ليه، وكمان قال انه هيديه لواحد من اخوانه لما يبقوا ابطال زيه. الامير رد وقال ديميروس قال انه احمق لو فكر يدي
يدي الدراع لحد تاني لانه يقدر يصنع واحد زيه. أليكس قطع الحديث وقال لهم يحطوا الولد في العربه بس من غير ما يقعدوا يوقظوه. بعد شويه هم في العربه أليكس سأل لو الدرع مأمنين عليه، وكان يقصد رجليه وايديه اللي متخيطين، وقال انه كان متوقع ان الدكاتره تحت الارض هيدوا شغل مش مظبوط، لكنه اعترف انهم عملوا شغل حلو. أليكس ضحك وقال علشان تقدر تشيل حاجه لازم تكون عارف ازاي تركبها، وانا متاكد انهم اتدربوا على الجثث البشريه كتير. الامير غير الموضوع وسأل أليكس لو شايف ان الولد ده ممكن يتعرف عليه كبطل مثلا زي رتبه دي، لانه عنده حس بالمسؤوليه وكان بيفكر ان ممكن يعمل شغل كويس. أليكس ضحك وقال له ما تكذبش علينا علشان الكلام ليه قوه، وضحك وقال لو ده حصل بعد 20 سنه يمكن أليكس وزيك يتقابلوا في معركه. زيك اتكسف وسأله ليه، فاجاب أليكس بدهشه علشان انت ملك شياطين لكن بتتظاهر انك نافي. زيك رد وقال انا مجرد مرافق للبطل. أليكس بقى جدي وسأله لو ده حصل هل هتبقى المنقذ، وضحك بعدها. التابع بتاعه قال له ان ده مستحيل الا اذا كان زيك من الجيل صفر، اللي خلى الامير يحس بالارتباك لانه مش فاهم حاجه عن العالم اللي فوق. التابع شافه بنظره حاده وقال له ان البطل اللي بينقذ العالم دايما بيكون مولود في الجيل الخامس، والمعلومه دي موجوده في قوانين العالم. البشر بيخلفوا عاده في سن ال20 وبالتالي الطفل ده بيخلف واحد بعد 20 سنه، وهكذا لما يوصل البطل من الجيل الخامس لل20 سنه هيكون مر على اخر حرب 100 سنه بالظبط، وفي السنه دي هيطلع ملك الشياطين. الجيل ده هو اللي هيتعامل مع شياطين العالم، في نفس الوقت هيبدا دوره جديده وده اسمه في الجيل صفر، بيبقى في شخص واحد بس ليه دور البطل النهائي، وعلشان كده زيك جزء من الجيل الرابع ومش ممكن يبقى البطل نهائي الا لو كان ابنه. وبعد ما سمع الكلام ده زيك بدا يضحك والتابع بتاعه بقى مستغرب. زيك سأل يعني كل 100 سنه الشياطين بيغزوا الارض وبيكون في بطل نهائي؟ التابع قال له ايوه ده قانون العالم. زيك ضحك وقال الشكل كده زي لعبه ممله وبيحسسك انك مش بتلعب بجد. زيك فضل يضحك لكن التابع كان ساكت بيفكر. وبعدين زيك بقى جدي وسأله ايه سبب تركك لدورك كملك الشياطين؟ أليكس بصله على جنب وقال له مش خلاص شرحت لك ده قبل كده؟ الراجل كان متضايق وزعلان فبيتكلم مع مساعده بيقول ان الولد واضح انه ما اتفاجئش منه، وسأل مساعده ليه ما فسرش الموضوع لحد دلوقتي، واجاب أليكس وقال له ان مفيش فرصه يعرف بيها. بعدها قال ان الموضوع مش مهم وانه خلاص استسلم انه يبقى ملك الشياطين، لكن الكلام ده اتقطع فجأة لما حاجه عبرت من السماء بسرعه زي النيزك، ولما بصوا كويس اكتشفوا انها سفينه طائره وحسوا انه يمكن تكون سفينه من العائلات الملكيه، وشافوا ان في تنين بيهاجمها. وزيك قال ان التنين في العالم ده سهل جدا تلاقيه، لكن أليكس اصبح جاد وهو بيفكر في حاجه شدت انتباه زيك، فبص بتركيز لقى ان السفينه دي تخص عائله هولر وهي عائله نقيه الدم. زيك اتفاجئ وقال له ان دي عائله نقيه الدم، وأليكس شرح له ان عائله هولر انجبت ابطال عظماء كتير وان دمهم من انقى الدماء في العالم، وعرفوا عنها انهم دول اللي كان ليهم دور كبير في صناعه ابطال المعركه. وقال انه مش قادر يفهم ليه القوه دي اللي كانت دايما متوحده مع بعض لفتره طويله دلوقتي بقت بتحارب بعض ومفيش تفسير للي بيحصل. الكلام ده اتقطع مره تانية لما زيك نادى على مساعده وهو مبتسم، فقال له أليكس جهزوا العرض سريع، وكانهم قرروا يعملوا حاجه. السفينه الطايره كانت ملتهبه بالنار وكل اللي بيشوفها بيقول له انها هتتكسر وبقت في قطع، وبيقولوا انهم لازم يكونوا حذرين. بعدين حصل حادث بسيط بسبب وزن النقل، وكل اللي حصل انهم شافوا في الخلف واحد بيصرخ عليهم وقال لهم انهم لازم يحافظوا على الحاجه دي، وقال لهم انهم لو خدوا بالهم ودمروها هيدفعوا ثمن ده. الراجل ده كان غاضب جدا وهو بيشتمهم وقال لهم هل هم عارفين الحاجه دي بتسوى كام، ولو في خرم صغير فيها هيدفعوا حياتهم. لكن فجاه طلع صوت عالي زي ذعير الوحش من السماء وكلهم بصوا فوق، والراجل قال بترتيب وهلع ان التنين لاهم. الراجل قال لهم يحافظوا على الحاجه دي وان التنين جاي علشان ياخدها فلازم يوقفوه باي شكل. بدا يدي الاوامر ونادى على الرماة والسحرة. الرماة جهزوا نفسهم للقتال من بعيد، والسحرة بداوا ينطقوا تعاويذ في لغه غريبه حاولوا يهاجموا التنين لكن مفيش حاجه نفعت. وبدل ما يتراجع التنين اللي حصل انه تنفس نار رهيبه واللي خلى كل الناس تقع على الارض. كميه النار كانت كافيه انها تخلص على معظم الجنود في الجبهه الاماميه. بعد الهجوم ده التنين راح شويه والراجل اتنفس الصعداء وقال هل الحاجه لسه سليمه؟ فواحد من مساعديه قال له انها سليمه. الراجل كان عايز يهدى شويه لحد ما التنين يرجع تاني، وفعلا التنين رجع علشان يهجم تاني، والراجل قال له انه مجرد تنين صغير ولازم يقتلوه دلوقتي. هنا بداوا الرماة والسحرة في الهجوم تاني من غير تردد. التنين كان جاهز يطلق نار تاني، والراجل اتكلم وقال ان ده الهجوم الاخير، لكن قبل ما يكمل جاله شخص من وراه وطلب الاذن للمرور. الشخص ده استخدم طاقته ونط علشان ينط على راس الراجل اللي كان متغاظ. الراجل ده كان اسمه ساريوس، هو كان شاب بلون شعر اشقر، وطبعا الراجل اللي كان بيحارب التنين ده ما كانش متوقع هجومه. ساريوس هجم على التنين بسرعه وبقوه وعمل حركه هائله اسمها قطع فرع الشاميه وخلص على التنين بمنتهى السهوله. وبعد ما قتل التنين
التنين نزل على الارض وهو ماسك سيف، وقال للراجل الغاضب انه كان هيعيش لو هرب بعد الهجوم الاول، واسلوبه كان ساخر جدا في الكلام. الراجل ده بص عليه وقال انهم كانوا في ورطه كبيره لولا الشاب ده حتى لو كان التنين صغير، لكن انك تقدر تقطع التنين ده في نصين كانت خطوه عظيمه. لكن الشاب ما كانش مهتم وقال له انه مجرد تنين، وقال له ينسى الموضوع ده ويخلص السيف بتاعه ويحل المشكله اللي حصلت. بعدها قال له يجيب حد يساعدهم لان لو الحاجه دي اتدمرت حتى لو لسه فيها خدش هيموتوا على ايد والده. وفي اللحظه دي ظهر شخصين تانيين من الوراء ووقفوا على جثه التنين، والراجل اللي كان بيغضب سالهم هما مين. واحد منهم بص على الجثه وقال انتوا فاكرين دي حاجه تانية، دي في الحقيقه تنين. فبداوا يلاحظوا حاجه غريبه في عيون التنين. الولد فجاه اكتشف ان الوحش اللي قدامه مش متاثر بالطفيلي، يعني مش فيه طفيليات، وده كان دراجون عادي بيضحك. الولد ضحك وقال ان التنين ده كان بيهاجم علشان يحمي امه، واليكس وافق وقال انه مؤمن بالكلام ده. بس الولد كان شكله معكر وقال هل احنا مش كان المفروض نكون في هدنه مع التنانين، وقال انهم تابعين لعيله البطل وكأن في حاجه مش مظبوطه في الجو. ولما سمع ده داريوس بقى شكله متوتر وقال يبدو ان في دم هيتسيل قريب. واحد من التابعين سأل شريكه ليه بيحرضهم كده. الولد ضحك وقال مش فضولك تشوف قدره النسل الطاهر ده. الولد التاني قال انه مش عارف هما مين، لكن المفروض يقتلوا علشان شافوا حاجه ما كانوش المفروض يشوفوها. وبعد ما امر الجنود بالهجوم كلهم هجموا على الولد اللي كان واقف مع اليكس. الامير اتفاجئ وقال هو ده بيهرب. الولد اتضايق وقال انه كان عايز يشوف النسل الطاهر في المعركه، وقال لاليكس اقتلهم كلهم. التابع حاول يعترض وقال هما مش اصدقاء البطل. الولد رد وقال له ايه علاقه ده دلوقتي، وشرح له انهم لو قتلوا النسل الطاهر اللي تابع البطل ده هيبقى وحش. الولد التاني فسر ان كل عيله بطل بيكون اسمها هولي مطبوع باسم شجره، وان ده علامه على انهم مباركين. بعدين ده سأل لو البطل الاول كان شجره ماشيه، والتابع رد وقال لا هما بيختاروا اسم الشجره اللي بتكثر في المكان اللي اتولدوا فيه. الولد اتضايق وقال يعني علشان البطل اتولد يوم شجره، وبعدين بدا يتنرفز وقال لهم يقتلوا الجميع. في وسط الهجوم واحد من الصحراء بدا يرسل سحر الثلج ورمات الاسهم جهزوا سهامهم. الهجوم كان كله موجه ضدهم، والولد قال انه لازم يخلصوا عليهم بسرعه قبل ما زكي يصحى. التابع استغرب وسال ازاي وصلوا هنا. اليكس رد وقال مفيش وقت للاسئله. القتال استمر واليكس بدا يطلق قوه زي التنين، وكان كل شيء حواليهم بيتدمر. اليكس كان بيهزمهم بسرعه وسهوله، وكلما هجموا عليه كان بيحطمهم بايديه الدمويه. بعدين واحد من الرماة رمى سهم من النار، لكن اليكس هزم السهم بقدراته لدرجه انه بدا يستخدم مهارات تانية زي تحويل البرق ضد الماجي اللي استخدمه. اليكس كان واقف وهو بيمل من القتال، وكل الجنود كانوا محطمين على الارض، وهو بيقول ان قتل البشر هو احسن احساس ليه. واحد من الجنود اتخض وقال مين دول، لكن قبل ما حد يجاوب ظهر شخص شق السحاب في الخلف واستخدم سيفه في ضربهم. الجنود ورفاقهم كانوا في حاله فوضى، والبلوند وصل بقوه رهيبه وبدا يضربهم بسيفه، وشويه من الارض انفجرت تحت قدميه. الراجل في الخلف بدا يحذر منه انه كان بيعمل فوضى لكنه مش فارق معاه. الولد ضحك وقال للبلوند انه مش هيقدر يقرب منه، لكن فجاه الراجل شاف الابتسامه دي وكانها فجرته من جوه، فبدا يشعر بقوه غير طبيعيه بتسيطر عليه، وصح وهو بيشعر بالحاجه تتحكم فيه. في نفس الوقت ديوريوس تحول وبدا يظهر منه طاقه ضخمه. الراجل اللي قدامهم بدا يلاحظه وهو مش مصدق وقال هل انتوا من عيله تانية؟ لكن الولد رد وقال له انتوا غلطان، مش دايما الاقوياء بيبقوا علشان دم ناقص. في وسط الكلام ده البلوند بدا يهاجمهم بسرعه رهيبه، ومع انه كان بيحاول الولد كان اسرع وبيتهرب بسهوله، وقال للبلوند لو عايز تموت حاول اسرع شويه. في وسط القتال التابع قال لهم ان الوقت مش مناسب للقتال دلوقتي ولازم يمشوا. الولد اتنرفز وقال ليه ما خلتنيش اكمل استمتاعي. التابع اعتذر وقال انه خايف من البطل. الولد ده واضح انه عنده قدره انه يقتل الشخص ده، ومع ذلك هو مش قادر يفهم ليه هو متردد. يجي الشخص الاشقر تاني وبيحاول يضربه ضربه قويه بالسيف، والضربه بتكسر الارض وكل حاجه حواليه، لكن البطل بيتفاداها بكل سهوله وبيعلق انه قال قبل كده ان الشخص ده مستحيل يقدر يلمس حتى شعره من شعره الابيض. وبعدين بيمسك بايده اليسرى ويعمل سيف من الطاقه ويحاول يضرب الولد بعده ضربات. هو بيسال الولد ده اذا كان عنده دم نقي. الولد بيتحرك بسرعه وبيبتدي يتراجع وبيستمر في تفادي الضربات بكل سهوله. بيقول له انت شايفني شكلي كده وكاني عندي دم نقي. الضربات دي كلها كانت قويه جدا وكانت عامله صوت عالي جدا. وفجاه ديوريوس بيبدا يتكلم وبيقول انه زهق من المعركه دي، وانه كان متوقع انها تبقى معركه قويه لان الخصم ده من سلاله البطل الاخير، لكن طلع مجرد شخص ضعيف. وبيقول انه طول الوقت في معركه معاه ديت عمال يضيع وقت، والناس اللي ماتوا على ايده كانوا مجرد ناس تافهين. وبيقول ان الموضوع ده بقى ممل جدا. في اللحظه دي الولد وقف وركز قدمه على الارض علشان يجهز لهجوم مضاد، وفعلا فعل قدرته السطور الجلوتينيه للهلاك، وعينه اتحولت للون الاحمر ووشه بقى قاسي كانه وحش. لكن اليكس لاحظ حاجه غريبه بتحصل وقرر يتدخل في قدره سيده. في الوقت ده الولد الاشقر استخدم قدرته اشواك متشابكه من شاميليا، وفعلا اخترق جسم الراجل
الراجل الطويل الشعر. البطل فجأة بيقف وبيسأل نفسه ايه اللي بيحصل ده، وبيتفاجئ لما بيشوف ان أليكس بقى بيفعل حاجة غريبة. ولما قرر يفرز سائل أرجواني من فمه، والسائل ده خلى الراجل يرجع لوعيه على الفور. بعد كده الراجل وقع على الأرض وهو مغمى عليه، دماغه ضربت في الحجر. البطل بيشوف المشهد ده وبيسأل نفسه ده ايه، ليه الشخص ده مش عايز يقتله؟ هو بيقول ان الراجل ده كان بيتفادى الهجوم لحد دلوقتي خوفا منه، لكن دلوقتي هو واقف قدامه وقام بإنقاذ الشخص الأشقر. ده مش منطقي بالنسبة له. أليكس بيجاوب بكل هدوء وبيقول ان السبب مش علشان الخوف من الخصم، لكن علشان هو كان قلقان على النظام العام في العالم نفسه. والبطل بيتفاجأ وبيقول له انت مش شايف ان العالم ده مليان فوضى وقتل؟ لكن أليكس بيجاوب بجدية وبيقول له ان النظام ده لو اتقلب بالكامل، لو الناس عرفوا ان سيده جه للبلد دي، هيسبب فوضى عارمة في كل مكان. هتلاقي ناس زي الجرذان بييجوا ورا كل واحد يقتل، حتى الأطفال الصغار ممكن يطلعوا يحاولوا يقتلوا. البطل بيضحك وبيقول له خليهم يجوا بقى، كلهم هيموتوا. وبيقول انه طول الوقت بيفكر في الموضوع ده وما يقدرش يفهمه. هو مش قادر يستوعب ازاي الناس اللي عندهم قوة ممكن يقتلوه. فجأة بيحس ان في حاجة هو مش فاهمها، وبيبدأ يبص على أليكس اللي بيضحك ساكت. هو بدأ يفكر في حاجة وبيقول لنفسه ان في حاجة أليكس ما قالهالوش لسه. البطل بيبص عليه باهتمام لكنه لسه ساكت. هو بيسأله هل هتعرفني الحاجة دي بعد 20 سنة؟ الراجل الهادي بيرد عليه انه هيساعد الولد، لكن الولد بيرجع يسأله لو كان سؤاله مش هيخليه يجاوب. بعدين بيقول لو كان هيكسر الترتيب العالمي لما يتكلم. الراجل بيبتسم وبيقول انه صح وانهم يقدروا يرجعوا، لكن الامير بيبدأ يسأل لو قرر يقتل كل الاشرار بنظرة شيطانية، وبيقول ان الكلام اللي بيقوله أليكس عن النظام ده بيخليه عايز يدمره. بعدين بيقول لو كسر النظام ده هل هيجي شيطان ويوقفه؟ أليكس بيرد عليه انه مش عارف هيحصل ايه بالظبط، بس في حاجة واحدة هو متأكد منها، وهي ان حلم الولد في انه يبقى من اعلى 2% في المجتمع هيفضل حلم، لانه لو عايز يحقق ده لازم يدمر كل الابطال في العالم وبعدها يدمر العالم نفسه. فاذا كان حلمه مش انه يبقى ملك الشياطين مش هينجح، لانه لو عمل كده هيبقى هو اكبر ملك شيطان في كل العصور. أليكس بيسأله بدهشة اذا كان كويس يستمر في الهجوم على البشر قبل ما يظهر البطل الاخير، وبعدين بيستعد علشان يضربه على دماغه، لكن الولد بيرفض وبيحاول يتسلق عليه. لكن أليكس بيقول له ان انت عجوز مش فاهم نكاتي، وبيقول له ان الحرب دي ومملكة الشياطين ملوش دعوة بيها، دلوقتي وقتهم يتحركوا. الولد بيقترح انهم يسيبوا الراجل الاصفر في حاله من غير ما يتحركوا الشعره، وبيقول لأليكس يفتح لهم بوابة. أليكس بيوافق وبيفتح بوابة ليهم. بعد ما الولد حط قدمه في البوابة بيسأله اذا كان أليكس جاي معاهم، لكن أليكس بيرد عليه انه هيجي بعد ما ينظف الفوضى، وبيقول له انه يرتاح ويمشي الاول. بيبدأ أليكس يغير الموضوع وبيسأل البطل اذا كان دراعه بخير، وأليكس بيرد عليه انه حاجة زي دي هتكون متصلحة اول ما يرجعوا للعالم السفلي، وبيطمنه انه مش لازم يشيل همه ويريح. لكن الولد بيسأله اذا كان متأكد، وأليكس بيرميه في البوابة بسرعة وبيتمنى له رحلة سعيدة. واول ما البوابة بتقفل بيسكت المكان كله، وفجأة أليكس بيقترب من الراجل الاصفر بنظرة مخيفة جدا وبيقول له انه اتجرأ وهاجم واحد من الضوقات السبع في مملكة الشياطين بنور ضعيف زي ده بنظرة مليانة كراهية. أليكس بيقول انه بعد 20 سنة هينهي حياة ابن الراجل ده ويمحي نسل عائلته بالكامل. وفي مكان تاني زيك لسه نايم، وفجأة شخص بيقرب منه. ده البطل اللي بيقول انه لازم يكون متعب جدا بعد ما تجمد قبل كده. هما في المكان هادي وجميل. البطل بعد كده بيسأل ايه اللي هيحصل بعد 20 سنة مع كل القوانين والترتيبات دي، لكنه بيقول ان اليوم اللي الكل منتظره مش هيجي في 20 سنة. بيرفع نظره للسماء وساعتها بيشوف التنانين بتسبب كل الفوضى دي. بيسأل اذا كانت التنينة دي عارفة ايه حصل لابنها. فجأة بتظهر قدامه امرأة بتسأله اذا كانت التنينة دي هي المقصود، وامام البطل بتظهر له ملكة التنانين. البطل بيقول لها بصراحة ان هو ده المقصود، وبعد كده البطل بيسألها اذا كانت تابعتهم طول الوقت، وهي بترد عليه انها حطت ريشة عليه، لكن البطل بيصححها وبيقول لها انه كان يقصد حراش مش ريشة. بعدين بيقول لها انها لو كانت عاوزة تقدم شكوى مش هو ممكن يبقى شاهد، لكن هي بتسأله اذا كان هيعمل كده وهو بيرد عليها بلا. المرأة بتضحك وبتقول انه مضحك ان ملك الشياطين يبقى شاهد لشيء زي ده. بتضحك تاني وبتقول لو قال كده محدش هيصدق. بعدين بتسأله اذا كان كل الشياطين وحشين. الست دي فكرته انه نوع دايما بيجي للعالم علشان يدمر كل حاجة كل 100 سنة، فبيغير رأيه بسرعة وبيعترف انها على حق. بعد كده بيفكر بصوت عالي اللي دايما بيجوا تاني، وبيسأل اذا ما كانش يقدروا يعيشوا في العالم السفلي بدل كده. الست مش فاهمة سؤاله وبتعترف انها ما كانتش متوقعة ان هو اللي يسأله، وبيحك راسه وبيشتمها وبيقول لها تسكت. بيعلق على انها واقفة هناك وايديها متشابكة بتتفرج على اولادها وهم بيموتوا، وبيقول لها انهم بيسموا التنين ده وبيسألها اذا كانت متأكدة ان دي اول مرة يتقتل فيها تنين. بيطرح السؤال ليه بيقتلوا التنانين، وبيرد على سؤاله بنفسه انه علشان يصنعوا اسلحة. بيقول ان اجسامهم كنز، وبيضيف انهم حتى قتلوا التنين الصغير اللي حاول يحمي امه وهو مبتسم. بيقول
بيقول هل ده مش احتكار صريح للمعاهده اللي بيتكلموا عنها؟ بعد كده لو بتسال اذا كان يقدر يعمل حاجه علشانها، فالاولاد بيسالوه هو عايز يعمل ايه. هي من غير تردد بتقول انها عاوزه تنتقم، وبنظره مجنونه بتساله اذا كان يقدر ينتقم ليها بانه يمحي العرق اللي كل مره بيقتل اولادها. بعد الطلب ده الولد بيفكر بعمق وبيسكت مليان شكاوي، وبيسال ليه هي مش هي اللي عملت كده لحد دلوقتي، والست بتشرح له انها مش قادره، وبتوضح ان لما التنين يخرج من اراضيه علشان يدخل عالم البشر ما يتهموش في قتله، علشان كده الحروب اللي بتحصل كل 100 سنه مش ممكن يتحمل مسؤوليتها شخص واحد، ودي قوانين العالم ده، علشان كده مهما ماتوا اولادها طالما كانوا في العالم البشري هي مش هتقدر تعمل حاجه. الولد بيغضب وبيسالها ليه تقول القوانين التافهه دي تاني، وبيقول مين اللي حطها. فجاه بيحسوا بطاقه قويه والارض بتبدا تتكسر تماما. الولد بيشوف دم نفسه وبيسال عن الضغط الغريب ده. الست بتهديه وبتقول له ان دي القوانين وان دي حدود العالم اللي هم فيه. الولد بيقول ان اول ما اتكلم عن القوانين التافهه دي وبعدين بيسال عن المنفذين اللي كانت بتتكلم عنهم، نظرته للولد لفتت انتباه له، والولد مش قادر يتماسك ويشتمهم كلهم، وبيقول اذا كانوا اقوياء كده ليه ما يحكموش العالم بنفسهم بدل ما يحطوا قوانين ويتوقعوا من الكل ما يسالش. الست ابتسمت وبتبدا تضحك وبتقول انها قدرت تتحمل كل ده في جسم بشري، ومع ان الولد غريب شويه الا ان كل ملك شيطان في الاخر زي التاني. ديوريوس بيحذرها تقول كلام زي ده وبيقول لها انها نفايه. الست بتسال الولد ليه بطل يكون ملك الشياطين، فابتسم وقال انها متحمسه جدا علشان هو اول ملك شيطان يسيب عرشه من اخر 666 سنه. بتقول انه اكيد المنفذين بيشعروا بالجنون دلوقتي وانه خالف القوانين. الولد بيستغرب وبيسالها ليه هي مبسوطه بكده، بيقول لها اذا كانت هي نفسها عايزه تكسر قوانين العالم هي مش قادره تجاوب بسرعه، وبتعتذر وبتقول انها كانت بس فضوليه عن اللي حصل. كمان بتحذره من المنفذين لان بعد 20 سنه يومها هم اكيد هيتصرفوا. الولد بيقول لها انه مش خايف من الحركات الرخيصه دي وبيعلن انه هيسقطهم كلهم بايديه. بعدين بتغير الموضوع وبتساله تاني ليه بطل يكون ملك الشياطين وليه خالف دوره من 665 سنه، وبتسال عن السبب اللي خلاه يعمل حاجه ضخمه زي دي. الولد بيفكر شويه وبيجاوب انه مفيش حاجه خاصه وانه بس قرر يسيب العرش. وفجاه بيظهر أليكس من خلال بوابه مقاطع المحادثه. أليكس بيقول له انهم لازم يروحوا علشان يتصرفوا، ولما شاف الست سالها اذا كانوا بيتكلموا عن لو. الست استغربت وسالت ليه جه في الوقت ده. أليكس بيسالها بادب عن حالها لكن الولد قطعهم وطلب منه يفتح بوابه علشان يرجعوا البيت. الست انزعجت وطلبت منه يكمل المحادثه ويروح بعد كده. الولد قال انه هيقول لها السبب في وقت تاني وطلب منها تهتم بالامور دلوقتي. بعد كده الست بتنادي عليه وهو مستلقي على الارض وتغير تعابير وجهها، وبتقول له انه حتى لو مش هينتقم على الاقل يكشف عن الناس الوحشيه دي للعالم لان اكيد في ابطال كتير في الموضوع ده، وبتلاحظ ان اطفال كتير بيموت وان حتى لو كان في العالم البشري ده ممكن يهدد المعاهده، وبتقول يمكن التصرفات المتطرفه دي جايه من كده. الولد بيرتفع ذراعه وبيقول حاجه 3 مرات وهو متحمس جدا، بيقول انه عايز 3 اضعاف اللي اتفقوا عليه في العقد. الست انزعجت وبتقول انه شيطان من الدرجه الثانيه. البطل كان راكب على العربه وبيتكلم عن نفسه انه من النوع الاول، وقال كمان لو اولادها كبار ممكن تخليهم يصطادوا بشر، رغم انها كانت متضايقه الا انها وافقت وقالت انها هتدفع، وسالته اذا كان مبسوط بكده. رد عليها وقال لها بشكر انها عميله عزيزه، وفي اللحظه دي هو موجه اصبعه ليها وهي بتقوم تلقي عليه تعويذه. البطل اتفاجئ وسالها عن التعويذه دي وقالت له انها تعويذه علشان تخفي الهاله الشيطانيه بتاعته علشان ما يبقاش في مشكله بالنسبه له. بعد ما فهم قال لها انه فاهم وطلب منها تسيبهم يمشوا، وده خلاها متضايقه. بعدها ال3 دخلوا من خلال البوابه وهي فضلت ساكته بتفكر اذا كانت بتعمل الصح ولا لا. في اليوم التالي كانوا واقفين قدام نوع من السفن الطائره وكان قدامهم مبنى جميل مزخرف بالذهب واحجار كريمه فاخره. البطل استغرب وسال اذا كانوا فعلا اغنياء كده، فرد عليه أليكس وقال له ان العيله دي جزء من سلاله الابطال من 600 سنه. بعدها اوضح له انهم واقفين قدام مبنى تابع لعائله هولستوريا. أليكس اشار الى زيك وقال له انه بطل كمان لكن شوف حالته. الرد ان التابع كان ان الامور دي تفضل بينهم وبس، واضاف انه ممكن زيك يتحول لثائر في المستقبل. أليكس بعد كده قال ان بعد ما البطل يبقى مشهور كتير من النبلاء واللوردات هيدعموه ماليا، لان دعم بطل زي دعم للسلام العالمي. كمان الحكايه اللي حصلت امبارح عن اصطياد التنين ممكن تكون مصدر للفلوس، لان الناس عارفه عن اصطياد التنانين لكن محدش بيحب يتكلم عنها حتى التنانين نفسهم. وقال ان البشر في حرب مع الشياطين ولكن التنانين كانوا مضطرين يساعدوا البشر لانه لو البشر وقعوا التنانين هتكون التاليه في الدور. في النهايه ديونز قال ان ده منطقي وذكر ان جثث التنانين المطلوبه في عالم الشياطين، وسال اذا كان ده مشروع لازم يستمر لحد ما يصعب تنفيذه. التابع اكد له انه فعلا صح، يعني العيله هيلستوريا وكل العائلات التانيه اللي في السلاله دي بيصطادوا التنانين. بعدها سال البطل اذا كانت عيلته بتصطاد تنانين كمان، وضحك وقال له انه لازم يكون في مستوى عالي علشان يقدر يقرب للتنين. البطل علق وقال انه كان فاكر ان ده شيء صعب لكن لو هو نفسه ممكن يعملها يبقى اي حد
حد يقدر، وده خلى أليكس يقع في الإغماء. أليكس بعد كده رفع البطل وسأله ليه هم هنا. البطل جاوب وقال له انهم هنا علشان شغل جانبي زي مهمة سرية بالظبط، ودي تحقيق عن اصطياد التنانين. وهو متحمس بدأ يمشي قدام، لكن أليكس ناداه وقال له ان زيك مش معانا في المهمة دي، وسأله اذا كان ناوي يطلع يتجول بعد ما هوياتهم اتفضحت امبارح. نصحوا انهم يغيروا مظهرهم على الاقل في اللحظة دي. البطل حس انه كان في الطريق الغلط، بعدين غيروا ملابسهم وحطوا شعر التابع في ضفاير، وهو اتفاجئ وقال انه ممكن يسيبهم دلوقتي. البطل كان متحمس وقال انهم جاهزين، لكن زيك حذرهم وقال لهم انهم لازم يبداوا يتصرفوا. يرد على السؤال الامير قال ان ده عادل ومش صعب، وده خلى البطل يحس بسعاده كبيره قدام القصر. زيك بدا يستعد بنفس حماس كبير، وقال انه هو المرشح عشان يبقى البطل الاخير، وانه هينافس علشان يكون رقم واحد. وهو كان بينادي علشان يفتحوا الابواب، وقال بصوت عالي انه زيك بانوليك هو البطل اللي هيتوج. وبعد ما قال كده اتكسف شويه، اعتذر انه كان هيدمر الباب، ولكن قرر انه يدخل بالكلام بدل كده. بعد شويه قرر يدخل المكان، وكان قصر فخم مليان تفاصيل دقيقه واشياء مبعثره. ولما قعدوا على الكنبه كانوا منبهرين بكل الرفاهيه اللي حواليهم، وقالوا ان ده شيء غير معقول. وفي اللحظه دي زيك لاحظ حاجه غريبه لما شاف لوحه كبيره في اطار ذهبي، وكان في الصوره شخص بيشبه بطل مشهور من كتب التاريخ، وده كان البطل النهائي من الجيل ال 52 واللي قاتل لحد الموت ضد الشيطان قاين لمده 13 يوم وخرج منتصر. اسمه كان هاسم بانو ليستر المعروف بالسابع. زيك حس ان ده بطل من مستوى تاني تماما عن مستواه، وكان محرج جدا انه يسمى بطل زيهم. الامير قاعد رافع رجليه على الطاوله وقال له انه مفيش داعي للقلق، كل الابطال مش زي بعض، فمفيش سبب يخليه يحس بالاحباط. وفي اللحظه دي ظهر راجل وقال له ان ده صحيح، كل الابطال مش زي بعض في القوه والقدره. الراجل ده كان في الواقع يشبه الشخص الموجود في الصوره، ووضح لهم ان مش كل الابطال عندهم نفس القدره، وان دم البطل الاول اتمنح للناس اللي قادرين يتحملوا العبء ده. وقال كمان ان الشيطان هو اللي بيحدد مين الانسب عشان يكون بطل حقيقي. ابتسامه رحب بيهم الراجل وقال ان اسمه بانولستيرا، وهو بطل الجيل الثالث في هذا القرن، وانه اعتزل من زمان. بطلنا زيك فكر في الراجل ده وقال يمكن يكون ده والده. بعدين بدا يتذكر ان مولد البطل النهائي من الجيل الخامس بيبقى مرتب حسب قوانين العالم، وان اللقب ده بيتمنح لشخص معين. وتذكر كمان ان واحد من اطفال ابطال الجيل الرابع زي زيك اللي اتولد من عائله من الزعماء هيكون هو البطل النهائي. زيك قام وعرف بنفسه وقال اسمه زيك بانوليك، وانه شرف له انه يقابل الراجل ده، وعرف عن صحابه السير دويس والسير أليكس. الراجل ده قطعه وقال انه عارف عنهم كلهم، وانه كان مستني يتاكد من اداره الابطال. فقال انه سمع ان زيك جمع صحاب، لكن كمان سمع انه ساب المنافسه. زيك اتضايق شويه وقال انه مش مستغرب ان الناس فاكرين كده، وضحك وقال انه ما سابش وانه لسه مكمل. الراجل بدا يتامل وقال ان في تاجر غني قدر يبقى مرافق لبطل بعد ما لقى حد من عائله بطل وقع، وده كان شيء متكرر وعادي. وبعدين اتوقف وقال انه عايز يعرف ايه اللي جابهم لعائله بانولستيرا. سير دويس رد وقال انهم جايين علشان يتاكدوا من شائعه غريبه بتتداول، لكن زيك قال له انه ما ينفعش يتكلم كده. الراجل اتنرفز وقال ان اسلوب كلامه مش مناسب لمركزه. والامير بقى بصوت هادي قال انه كان فاكر انهم هيتكلموا زي ابطال من جيل لاخر. الراجل ده كان غلطان لما سال لو في راجل دلوقتي عايز يتعامل معاه كأن عنده قدرات لمجرد انه متقاعد. اول ما سمع الكلام ده الراجل بدا يضحك وقال ان الولد ده صريح قوي، وانه كان زمان زيه مش عارف مكانه، وكان فاكر انه ممكن يهزم ملك الشياطين لوحده، بس نصحه انه يكون حذر لانه في دايما حد فوقه. الولد ضحك بغضب وقال انه صعب يلاقي حد ما سمعش عن البطل رانكي هيرو اس سوليس. الراجل بعد ما سمع قعد وقال له كل البطل اللي معاه عن اشاعه كانوا بيتكلموا عنها. الوكيل قال انهم سمعوا عن ان العيله عندهم مواد عاليه الجوده، وانهم بيدوروا على حاجه معينه. الراجل ضحك وقال ان لازم يكون عندهم فلوس كتير، لكن مش كفايه لان عيله هيستوريا مش بتتعامل الا مع مواد من اعلى مستوى. وقال مثال على المواد دي زي ناب اوبزيديان من سمندر احمر، او الجوهر الاسود من ملك اللاش، او القلب العملاق ذو الراس الابيض من جبل هورام في دماغه. كان الراجل فاكر انه اخيرا مسك بالواد ده، لكن الولد قال له انه مش محتاج الحاجات دي، واثار ده في الراجل اللي اتصدم. الولد قال انه سمع عن حاجه افضل من الحاجات دي، ممكن تكون اعلى تصنيف من الحاجات المرتبطه بالعملاق. الراجل اتوتر وهو بيقول انت تقصد التنانين. الولد القى بكيس من العملات وقال بالظبط، وكمان قال ان البطل بتاعهم لسه مبتدئ فمحتاج حاجات تساعده علشان يحافظ على صورته. وبعد ما شاف الكيس على الطاوله الراجل لاحظ انه في احجار لافا حمراء من العالم الشيطاني، واتساءل ازاي الولد قدر يجيب الحاجات النادره دي. وقال له انه مش عارف اذا كان سمع ان التنانين والبشر عندهم معاهده سلام، وانه ضد القانون انهم يتاجروا في اجزاء من التنانين، وان عيلته ما بتشاركش في الانشطه غير القانونيه. لكن في المقابل عرض عليه مواد نادره تاني وساله اذا كان يقدروا
يقدروا يعملوا دروع من الحاجات دي بدلا منها. الولد بص كده وقال لأليكس انه يبدو انه مفيش حد هنا. الراجل اتلخبط وسأل مين الناس اللي كانوا بينقلوا التنانين على السفينة الطايرة، وفعلا السفينة دي كانت عليها شعار عيلة هولستوريا. بعد ما شاف كده الراجل بقى متوتر وشاف الولد ده بنظرات مليانة كراهية، وسأله لو كان شايف حاجة. الولد شرح وقال انهم كانوا مستعجلين علشان ينضموا للمسابقة بما انهم مبتدئين وابتدوا متأخر، وانهم سمعوا حاجات ما كانوش متوقعين يشوفوها، وكمان شافوا حاجات كان المفروض ما يشوفوهاش. الراجل غير تعبيره تماما وقال له ان ده كان مؤسف وكان لازم يكونوا اكثر حذرا، وقال ان بناء برج مش حاجة بتخلص بسرعة. الراجل ده بيقول ان تدمير الحاجة دي سريع، وبعدها بيشرح انهم لسه جداد في الموضوع ومش عارفين ازاي الحاجات دي بتشتغل، علشان كده ممكن يعملوا شوية غلطات. بعدين بيقول لو هو اتضايق ممكن ينشر شائعات عن العائلات الكبيرة اللي بتحاول تحتكر كل الحاجات الحلوة لنفسها، وبيقترح انهم يدوله عينة علشان يسكت. الاتنين بيبقوا باصين لبعض بتركيز كده كأنهم في معركة ذهنية، والولد بيبدأ يتوتر ويضحك. الراجل بعد كده بيقول ان دلوقتي دوره يسأل، وبيسألهم لو سمعوا عن البطل اللي ظهر فجأة وهذا مقام تنين من غير ما يظهر عليه اي انزعاج. الولد بيقول له ايه يعني، وبيرد الراجل انه مش متأكد اذا كان ده مجرد صدفة، لكن الحزام بتاع البطل ده في حاجة اسمها دومز لاجون، واللي فيه جوه فيه مواد من التنين الازرق وتنين الحجر الاسود اللي البطل ده قتلهم. الولد بيتفاجئ لما الراجل يعرف عن دومز لاجون، والراجل بيقول ان ده مش شيء غريب لان الحاجات اللي فوق الرفيع ده زي ده معروفة. من لمعان الحزام يقدر يعرف انه حاجة خاصة جدا ومصنوعة من جلود التنانين. الراجل بيذكر انه مش شايف دومز لاجون من ضمن الكنوز المعروفة في العالم، وده معناه انها حاجة تم انتاجها سرا مؤخرا. الولد بيشكر الراجل على ذكائه، وبعدها الراجل بيسأله عن اسمه، بيقول انه اسمه ممكن يبقى شيطان لانه باين عليه انه القائد بتاع الفريق مش البطل. بعدها بيقول له بلهجة قوية انه مش عارف ايه علاقته بالبطل ده، لكن لو قابله لازم ينقل له الرسالة دي ان البطل ده بيقتل التنانين واللي هم مصدر دخل لناس قوية كتير وده بيأذيهم. الولد بيسكت والراجل بيكمل كلامه وبيقول ان بعض الاعضاء الكبار من العائلات اللي ليها علاقة بالموضوع هيجتمعوا قريب علشان يقضوا على البطل ده واي حد له علاقة بيه. بعدين بيبتسم ويقول ان كنز زي دومز لاجون ما ينفعش يكون في ايد عائلة من القرى فئة اف، وفي النهاية بيقول ان الكنز الاسطوري لازم يتدار بشكل كويس سواء كان معدات او حتى ناس، لان القيمة بتساوي الندرة. بعد كده الراجل بيقوم من مكانه وقال انه مش متأكد من مصدر الشائعة دي، لكن عيلته الكبيرة مش شغالة في حاجات غير قانونية زي اجزاء التنانين. وبعدها بيقول لو هم عايزين مواد اقل مرتبة اللي بتناسب مجموعتهم يقدروا يجوا في اي وقت، لكن هو مشغول دلوقتي. وبعد ما قال كده بدأ يطلع من الغرفة وهو زعلان جدا. الولد بيبص عليه ساكت بينما البطل بيبقى متفاجئ. بره الغرفة البطل بيسأل اذا كان كل الابطال كده، وبيقول ان الموقف ده غريب بالنسبة له. الراجل ده باين عليه انه مش كويس. بينما هم واقفين بيبدأ الولد يراجع الموقف، بيقول ان العائلات الدموية دي شغالة مع بعض علشان يصطادوا التنانين ويحتكروا المواد في نفس الوقت، وهم كمان بيقضوا على اي تجار مواد تانية. في الخلفية احد معاونيه بيقول له ان ده بالظبط الصح، وان اهم حاجة للبطل هي معداته، وده على الارجح السبب انهم مسيطرين على توريد المواد علشان يتحكموا في الابطال. الراجل ده بيقول ان في ناس بتستمر قوية الاجيال، وفي احتمالية ان العائلات المشهورة دي تكون جزء من العيلة دي، يعني ممكن ده يكون فرضية معقولة. زيك كان محرج وقال لاستاذه انه كان فاكر ان الراجل ده هيبقى صريح انه عادل، لكن اتصدم لما فكر ان كل الابطال ممكن يكونوا زي كده. الامير ضحك وقال له ان البشر فاسدين، وانه في النهاية هم اللي هيبقى الابطال في القصة. في المستقبل لما سمع كده أليكس ابتدى يبتسم. في الامير قال ان ده مش مستغرب بما انهم كسبوا 665 مرة. زيك اتفاجئ جدا وكان باين عليه انه متضايق. الامير قرب منه وحضنه وقال له مبروك بقى هدف دلوقتي. سأل زيك لو ما لاحظش كلامه عن ان اعلى اعضاء العيلة بيدوروا على البطل المقنع. زيك في صدمة وابتدى يفكر ان العائلات اللي في التقييم دي كلها ممكن تكون وراهم، وسأل نفسه يعمل ايه دلوقتي. دايرو رد وقال له ما يهموش لو الشباب دول جواهم لازم يركزوا في شغلهم، وقال له ان المحل مليان اسلحة عايزين يبيعوها. فقال في الاخر ان البطل المقنع هيفضل تحت الرادار في الوقت الحالي. وبعد كده خرط اصبعه قال انهم هيعملوا حاجة اخيرة الليلة دي. في الليل وهم ماشيين على الجسر بطل القصة كان بيقول ان عيلة هولستوريا عندهم بحيرة في قصرهم، وكان بيقول انه مش قادر يتخيل ده. في اللحظة دي الامير ناداه وقال له عنده سؤال. سأل الامير لو اللي بيعملوه دلوقتي هو التسلل لعيلة هولستوريا علشان يلاقوا جسم التنين المستخبي في القصر ده زي عملية سرقة. الولد اكد وقال له انه ده بالظبط اللي هيحصل وانه فعلا ذكي، لكن البطل رفع ايده تاني وقال ان بما انهم بيتسللوا مش مفروض يكونوا ماشيين في وسط القصر بشكل نهاض. فجأة ظهروا حارسين من العيلة وكانوا خايفين. البطل قال لازم يستخبوا علشان ما يبقوش مكشوفين. الحارسين راحوا مشيوا جنبهم من غير ما يلاحظوهم. فالبطل قال ان اكيد استاذه عمل لهم تعويذة اخفاء، واكد له ان ده صحيح بمساعدة استاذه. زيك كان مبسوط جدا وهم ماشيين. البطل قال له انه هيتقدم للامام، والامير قال له استناه قريب. وصلوا القصر ضخم جدا، والبطل قال لهم انهم مش هيلاقوا التنانين هناك، وسألهم
بالهم يعملوا ايه دلوقتي. هو فكر شويه وبعدين سال عن اليكس لانه مش شايفه من زمان. الامير قال له انه اليكس راح بدا يشتغل لوحده من زمان. بعدها نادى عليه ملك الشياطين وقال له لو عيلته عاشت زي كده قبل كده. لحد هنا خلصت حكايتنا كده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.